بص يا جماعه، دلوقتي اول حاجه كده عندنا النهارده هراجع عليها خلاص خلاص رجاله، خلاص رجاله، خلاص بنات، تمام. يلا عليكم معايا. بص يا باشا، بدايتنا اول حاجه نبدا كده ايه، ميكس فاكتورايزيشن على يونت 1 على يونت 2. بص يا باشا، السؤال الاول بيقول لك انا عندي اكس باور 2 ماينس بي باور 2، عملنا لها فاكتورايز طلع اكس ماينس 3 ملتبلاي اكس بلس 3. تمام، ننجز يا شباب. يلا خلاص كده يا جماعه، كله معاه ملزمه. نقفل بقى بقنا بقى عشان نتحرك. يلا بنات اللي ورا، تمام تمام، معاكم ملزمه، خليها بس معاك دلوقتي. يلا بص يا باشا، ستارت تاني. يلا خلاص بقى، اكس باور 2 ماينس بي باور 2، اول مساله عمل لها فاكتورايز، قال لي يا باشا الاجابه بتاعتها طلعت اكس ماينس 3 ملتبلاي اكس بلس 3. عايز اعرف البي بكام. اولا انت لو عايز تمسك المساله دي ترجعها لاصلها، ماشي، بص كده، اكس ماينس 3 ملتبلاي اكس بلس 3. بص بقى كده، لما يكون عندك البراكتين توأم وعايز ترجع السؤال لاصله، حضرتك بتعمل خطوتين اتنين بالظبط، اللي هما هاخد الاولاني ملتبلاي الاولاني هيطلع اكس باور 2، حلو، والتاني ملتبلاي التاني ده تايم ده هيطلع نيجاتيف 9. حلو الكلام؟ يعني اكس باور 2 ماينس ايه؟ 9. هو ضحك عليك وعامل لك حركه، قال لك الاجابه بتاعتك اكس باور 2 ماينس بي باور 2. انا هسالك سؤال واحد، ماشي؟ لما اقول لك ماينس بي باور 2 يبقى البي باور 2 هنا تعادل كام؟ مش سامعيني طبعا. ها؟ نعيد تاني من الاول، نعيد تاني من الاول. خلاص بنقول تاني، لما يجي لك يا سعاده الباشا سؤال تحس ان البراكتين بتوعك توأم، خلاص المفروض دول يتفكوا ازاي؟ انا عايز ارجع السؤال لاصله، تمام؟ باخد الاولاني ملتبلاي الاولاني والتاني ملتبلاي التاني، فاكس ملتبلاي اكس قلنا اكس باور 2، نيجاتيف 3 تايم بوزيتيف 3 بقى نيجاتيف 9. تمام، قارن الاجابه اللي انت جبتها دلوقتي كده، ماشي، باللي موجود في السؤال. لاحظ كده ايه اللي موجود. لو بصيت كده في ثواني، الاكس باور 2 موجوده هنا موجوده هنا، صح؟ ماينس موجود هنا موجود هنا، يبقى البي باور 2 تعادل كام؟ 9، صح؟ بص لي بق كده وركزي قبل ما تشيل بتجاوبي غلط. يبقى انا كده هقول له البي باور 2 تعتبر ايكوال 9. تمام كده؟ انا عايز من حضرتك البي عكس الباور 2. حضرتك هتقول لي ايه؟ هناخد بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، تمام؟ يبقى البي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 9، يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. يبقى الاجابه بتاعتي تعتبر بي. تمام؟ ركز معايا في اللي هقوله النهارده، انك تسمعني فقط، لسانك في بقك عشان تركز معايا انا بقول ايه، عشان ما تقولش انت اجابه واجابتك غلط وما تسمعش اجابتي. فركز معايا في اللي بقوله النهارده بالذات. طيب السؤال اللي بعده، بص يا باشا، السؤال اللي بعده بيقول لك when completing the square، تمام؟ بروز الكلمه دي عشان ده ارخم انواع الفاكتورايزيشن، تمام كده؟ هدولك بطريقه سهله قوي. when completing the square for the expression x باور 2 plus 9، تمام؟ تعالى يا باشا كده بالراحه، بيقول لك we add، المفروض ان احنا بنزود ترم، ماشي؟ تعالى بقى كده اعرفك ازاي تعملها. اولا فاكر القانون بتاع الميدل؟ هو ده اللي انا عايز استخدمه. لما يقول لك completing square انا عايز القانون بتاع الميدل. ايه قانون الميدل يا بنات؟ اللي احنا كنا بنقول فيه بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي السكوير روت بتاع الفيرست، تمام، ملتبلاي السكوير روت بتاع السكند اللي موجود حاليا، ماشي؟ يعني حضرتك هتقول لي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي السكوير روت بتاع الاولاني اللي هو يعتبر بكام؟ باكس، السكوير روت بتاع الثاني اللي هو يعتبر بكام؟ ب 3. حلو؟ احسب الحسبه بتاعتك كده، 2 تايمز 3 ب 6، حط جنبها اكس يبقى كلها على بعضها 6 اكس، يبقى المفروض الاجابه بتاعتي بي. طيب في ناس اصلا مش فاهمه يعني ايه كومبليتنج سكوير، ما تيجي نراجع عليه بالمره. تعالى كده نراجع على كومبليتنج سكوير، انت كده السؤال خلصان، تمام؟ تعالى اقسم الصفحه كده بعد اذنك، وتعالى نعمل مراجعه سريعه كده على الكومبليتنج سكوير. المفروض في الكومبليتنج سكوير حضرتك المساله اكس باور 2 بلس 9، انا عايزك تكتبها كده اكس باور 2 بلس 9 بعيده شويه، بعيده شويه، سيب مسافه.
خلاص؟ طيب احنا قلنا المفروض اللي هيتضاف بوزيتيف اور نيجاتيف 6 اكس هيتضاف على المساله. طب هنضيف البوزيتيف ولا هنضيف النيجاتيف؟ لا هنضيفهم هما الاثنين بس بطريقه معينه. ازاي؟ الجزء اللي هو هتقول عليه بوزيتيف 6 اكس هنحطه في النص. بوزيتيف 6 اكس. حلو؟ والجزء اللي هو نيجاتيف 6 اكس هنخليه في الاخر. هنخليه فين؟ في الاخر. بالمره راجع على الكومبليتنج سكوير. طيب المفروض يا مستر المساله دي دول 4. طبعا الناس انت بتهيألك هتعملها جروبنج غلط. امال هعملها ازاي؟ دي اول 3 مع بعض هحولهم براكت وعليه باور 2. اول 3 مع بعض بحولهم براكت عليه باور 2. واما ماينس 6 اكس دي هتنزل في الاخر زي ما هي ماينس 6 اكس. وصل كده؟ طيب يبقى لازم خلصت؟ بنات جايه متاخره ليه؟ عمار خلص ملازمك ووزع وخلص. ممكن نقعد بسرعه؟ يلا نقعد بسرعه بس بعد اذنكم. تمام؟ خلاص يا بنات، البنات اللي داخله متاخر. تمام؟ بعد اذنكم عشان نكمل. يلا خلاص كده؟ يلا نكمل. بص يا باشا، ازاي تحول الثلاثه دول ماشي لبراكت بيرفكت سكوير؟ ده اسمه بيرفكت سكوير. حضرتك بتعمل ايه يا ريس؟ بص كده معايا. السكوير روت الاكس بار 2 بنكتب هنا اكس. تاني انا باخد السكوير روت لده. باخد السكوير روت لده، ده اول واحد. اثنين انا عايز السكوير روت للاخير. السكوير روت لده ماشي؟ حضرتك بتقول لي كام؟ 3. الاشاره اللي في النص بلس، حط يا باشا بلس. تاني كده بسرعه عملنا ايه؟ خدنا السكوير روت الاولاني حطيناه في الاول. ماشي ورا؟ خدنا السكوير روت لل9 حطيناه هنا. الاشاره اللي في النص بلس حطينا ايه؟ بلس. وصلت؟ طيب فاضل اللي بره اللي هو مين يا باشا؟ ماينس 6 اكس. انا همسح السكوير روت ده بس عشان ما حدش ياخد باله ايه؟ ان ده تبع اي حاجه. وصل كده؟ عملنا ايه يا شباب؟ طيب هو انا كده خلصت؟ فاضل لك اخر خطوه. اخر خطوه هنعمل ايه؟ يا رب تفصلي. اخر خطوه حضرتك هتعمل ايه؟ المفروض ان ده كله ليه سكوير روت. تمام كده؟ طيب وخد بالك عندك هنا وده كله، خد بالك كده معايا ماشي؟ ده ليه سكوير روت. طب ده مثلا ملوش سكوير روت دلوقتي، حضرتك هتعمل ايه؟ اكس ملهاش سكوير روت ولا 6 ليها سكوير روت؟ سيب المساله على وضعها كده. كده انت خلصتها. كده انت خلصتها، ده الشكل النهائي بتاعها. وصل كده يا شباب السؤال؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه لموضوع كومبليتنج ايه؟ سكوير. ماشي؟ هناخد عليه مساله ثانيه. طيب تعالى يا باشا شوف السؤال اللي بقى ايه؟ نراجع الفاكتورايزيشن بالراحه وانتوا فايقين كده في الاول، نمسكه من اوله. بص يا باشا، اول حاجه بيقول لك فاكتورايز each of the following completely. تمام؟ يعني لو في نوع فاكتورايز اعمله، نوعين، 3، 4، انا معاك لحد الاخر. خلاص؟ اول مساله فيها ميزه، فيها ايه؟ الميزه بتاعتها ده اكتب عليه ليه سكوير روت، وده يا باشا ليه سكوير روت. تمام؟ بس للاسف بينهم بلس. تمام؟ بينهم بلس، انا عايز بينهم ماينس. لو بينهم بلس يا باشا اعتبر ده سؤال لسه بقول لك حالا completing square. completing square اللي معظم الطلبه مش فاهمه يعني ايه completing square اصلا. بص يا باشا، completing square هتعمل ايه؟ تعال نجيبها من الاخر. تعال نجيبها من الاخر. بص يا باشا، اول حاجه تعالى انا عايزك بس تجيب لي الخطوه بتاعت مين؟ الميدل. افكرك بيها تاني. خطوه الميدل هتقول لي ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2. امشي معاها خطوه خطوه ما تتوهش مني. السكوروت الاولاني حضرتك هتفتح براكت كده يا باشا وتقول لي يا مستر السكوروت الاولاني ده اكس باور 2. تمام؟ اقفل البراكت واحد تاني. السكوروت للتاني يا رجاله بنقول عليه هيبقى 2 واي باور 2 وافتح اقفل البراكت التاني. خلاص؟ طب احسب الحسبه كده، هعمل لهم كلهم ملتبلاي مع بعض، هتلاقي الاجابه كلها على بعضها بقت عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايم 2 تبقى 4 اكس باور 2 واي باور 2. تمام كده؟ لحد كده في مشكله؟ مفيش مشكله عندنا. خد بقى اللقطه الجامده، هخليك تخلص المساله في ثانيه، في ثانيه.
اسمع هقولها لك 3 مرات. ماشي؟ انا ممكن اعمل لك 5 سطور، انا هريحك بدل 5 سطور هعملها سطر. ايه هما؟ بص يا باشا، بعد اذن حضرتك احنا هنعمل كالتالي. بص كده، هنعمل براكت بس يكفي 3 مش 2. تمام؟ واسمع بعد كده هسألك. يلا الناس الشاطره كده بالراحه كده، هو السكوروت ده ايه؟ اكس باور 2. هنكتب هنا اكس باور 2 وهنكتب هنا اكس باور 2. خلاص؟ ركز معايا. الاشاره اللي في النص ايه؟ بوزيتيف. هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. اسمع بقى الحته دي، هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. تمام؟ السكوروت ده ايه؟ ها 2 واي باور 2. اكتب هنا يا باشا 2 واي باور 2 وهنا 2 واي باور 2. حلو كده؟ يبقى انا كده عملت السكوروت ده وده زي ما هو. الخطوه الاخيره بقى، بص، شفت الخطوه اللي انت جبتها بتاعت الميدل؟ شايف الخطوه دي يا باشا؟ ها سؤال بقى كده وركز معايا. انت قايل فيها كام اشاره؟ 2، واحده بوزيتيف واحده ايه؟ نيجاتيف. حط واحده بوزيتيف هنا واحده نيجاتيف هنا. خلاص؟ واحده بوزيتيف هنا واحده نيجاتيف هنا. طيب السكويركل ده هيبقى عباره عن ايه؟ 2 اكس واي وهنا 2 اكس واي. تمام؟ كده انا بدل المساله ما هتتحل في 7 سطور انا خليتها في سطر. نقولهم تاني بالراحه. اول خطوه، الخطوه دي نمبر 1، حضرتك هتعمل ايه؟ هتجيب الميدل عادي جدا. تمام؟ الميدل هقول يا باشا بوزيتيف والنيجاتيف 2، ال2 دي ثابته. ماشي؟ السكورت الاولاني اكس باور 2، السكورت اللي بعده 2 واي باور 2. جبنا الاجابه بتاعتي بوزيتيف والنيجاتيف 4 اكس باور 2 واي باور 2. خلاص؟ تعمل ايه بقى دلوقتي؟ اسمع معايا، بولت سايلنت. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بص، المساله اللي انا اديتها لك هتاخد السكورت الاول والثاني بنفس اشارتهم زي ما هم. تمام؟ تكتبه هنا وتكتبه هنا. خلاص؟ الميدل بتاعك تروح عامل فيه ايه؟ تحطه مره بوزيتيف هنا ومره نيجاتيف هنا. خد السكورت ده مره هنا مره هنا، انت كده خلصت. تمام كده؟ دي اسهل طريقه. ماشي؟ طيب تعالى يا باشا نخش على السؤال اللي جنبه على طول. يلا بص هنا معايا. السؤال اللي بعده بيقول لك 20 اكس باور 3 ماينس 45. طب لما تلاقي ارقام كبيره يا سعاده الباشا اعرف ان المساله فيها هايست كومن فاكتور. مساله فيها ايه؟ هايست كومن فاكتور. خلاص؟ طيب تعالى كده بالراحه نتناقش مع بعض. ال 20 وال 45 ينفعوا ديفايدد كام؟ ها ينفعوا ديفايدد 5. في حاجه اكبر من 5؟ مش جايه صح؟ طيب على ايدي كده اكس باور 3 واكس باور 1. ها عايز اخد كومن فاكتور اكس، اخد ايه؟ اخد اكس باور 1 من هنا ومن هنا صح؟ طيب الكومن فاكتور بتاعك طلعه بره، يبقى انا هكتب كده 5 اكس. ماشي؟ روح هاتوا الديسكات من بره. روح هاتوا الديسكات من بره. ها بص يا باشا، هتاخد ال 5 اكس يا حبيبي كومن فاكتور، وتعالى بقى يعني ايه كومن فاكتور؟ يعني عايز الرقمين دول يتعملوا ديفايدد 5 اكس. خلاص؟ خليك معايا شغال واحده واحده. يلا 20 ديفايدد 5 حضرتك هتكتب 4. لو سرحت في خطوه واحده انت مش هتعرف تكمل السؤال بعد كده لوحدك. اكس باور 3 خدت منها اكس يبقى اكس باور 2. تمام؟ ماينس زي ما احنا 45 ديفايدد 5 يبقى كام يا شباب؟ 9. تمام كده؟ طب يا مستر اكس خدت منها اكس كده مش هتبقى حاجه. خلاص؟ طب دي كده المرحله الايه؟ الاولى. طب المرحله الثانيه تعال بص يا باشا، لو بصيت على الاول والثاني هما الاثنين احلى دماغ زباله. عايز سكين الصغيرين اللي بيتحطوا مع بعض، جايب لي جاموسه وداخل بيها. يلا شاربين حشيش. يلا خدوا راحتكم. طيب خلاص تعالى يا ريس. ال 5 اكس دي يا باشا انزل زي ما هي 5 اكس. تمام؟ وهنعمل ايه؟ براكتين. البراكتين بتوعنا حضرتك اهو، مره هيبقى واحد ماينس ومره هيبقى واحد ايه؟ بلس. ماشي؟ طيب انا مستني لما تخلصوا والله، ممكن استنى اطلع انا بره ربع ساعه اسيبكم تتكلموا وارجع لكم تاني. ال 4 اكس باور 2 السكور بتاعها هنا يبقى 2 اكس وهنا يبقى 2 اكس. اما ال 9 هنا تبقى 3 وهنا تبقى 3. يبقى كده المساله اتحلت على مرحلتين. ماشي يا شباب؟ النوع الثاني كنا بنسميه difference between two square. خلاص كده؟ خش اللي بعده. السؤال اللي بعده اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ماينس 6 اكس ماينس 6 واي. اول ما اشوف 4 يا سعاده الباشا السؤال ده نكتب عليه جروبنج. اكتب عليه جروبنج على طول. انجز نفسك. جروبنج يعني ايه؟ هقسم كل اثنين مع بعض.
خلاص؟ طيب كل اتنين مع بعض هنعمل ايه؟ واحده واحده كده. اول كده انا هجرب، محدش يكتب معايا عشان ممكن المساله تطلع معايا غلط. بص الجروبنج بالذات انا ممكن اخد اول مع تاني، ممكن اخد الاول مع التالت، ممكن اخد الاول مع الرابع، محدش عارف. خلاص؟ اهم حاجه يا استاذنا اللي ورا، يا رب تكون مركز معانا. اتفضل يا باشا. خليها تقع عشان اقتلك. ابعت حد وخليك معايا ما تطلعش بره. خلاص؟ بنات اللي ورا تمام؟ الشباب اللي ورا تمام؟ انتوا الاثنين معايا؟ يلا. جدعان احنا بفكركم بس بحاجه، احنا جايين النهارده نراجع. ماشي؟ جايين النهارده البنات، جايين النهارده نراجع، اللي مش لازم المراجعه يتفضل بعد اذنك. لو بصيت لحد تاني من دلوقتي لقيته بيتكلم هقول له اتفضل بعد اذنك. بجد انا اصلا بتكلم بالعافيه. ماشي؟ اللي جايه تتكلم واللي جاي يهزر النهارده مش هينفع. خلاص؟ بعد اذنك اللي يتكلم اتصلوا مره، اثنين يبقى عملنا اللي علينا، ثالثه روحوا. مفيهاش زعل، احنا اتفقنا كده مع بعض خلاص. ماشي؟ عشان بجد عندنا شغل كتير. خليكي بقى معايا. بص يا باشا، يلا. اكس باور 2 ماينس واي باور 2، تمام كده؟ بص اول حاجه عندي هنا ده ليه سكوير روت وده ليه سكوير روت وبينهم ماينس، ايه المانع ان انا اخد دول مع بعض؟ تمام؟ طيب تعالى كده نشوف، ده ديفرنس بين تو سكوير، يعني حضرتك هتعمل ايه يا اللي سرحان؟ حضرتك هتعمل لي المساله دي براكتين توأم، الجزء الاولاني بس. خلاص؟ طيب ده هيتفك عباره عن اكس ماينس واي والتاني هيبقى عباره عن اكس بلس 1. ادي اول مرحله. تمام؟ طيب خش الجزء الثاني، يلا. انا عندي هنا خدت بالي ان الرقم نيجاتيف 6 متكرر. طب المساله في النص في ايه؟ نيجاتيف. خد يا باشا نيجاتيف 6 كومن فاكتور وركز في الغلطه اللي بتغلطوا فيها دي، وهنفتح براكت. ماشي؟ طيب المفروض لما باخد نيجاتيف في النص باخدها كومن فاكتور، الاشارات اللي جايه دي بتتعكس. ازاي؟ تعالى بالراحه كده فاهمها لك عشان ما تغلطش فيها، ما تحفظش، افهم. دلوقتي لما اقول لك نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف الاجابه ايه؟ بوزيتيف. و6 ديفايدد 6 1، يبقى مين اللي فاضل عندك؟ الاكس بس. صح؟ ما فهمتش دي، افهم اللي بعدها. نيجاتيف 6 ديفايدد نيجاتيف 6 بوزيتيف 1. طب ال1 مش هنكتبه فهنكتب البوزيتيف بس. مين هيتبقى؟ الواي. طيب انا عايزك تبص بقى كده على الجروب الاول وعلى الجروب الثاني. ايه الحاجه اللي انت شايفها متكرره؟ اكس بلس واي. بنروح عاملين كده بالقلم الرصاص، نشطب على ده ونشطب على ده ونكتبه مره واحده بس في الاول، يعني نقول له كده اكس بلس واي في الاول اهي. حلو كده؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنفتح براكت جديد واي حاجه ما اتشطبتش اكتبها جواه. تمام؟ يبقى هنا هنكتب اكس ماينس واي ماينس 6. وصل كده؟ كده انت خلصت الايه؟ السؤال. طيب خش على السؤال اللي بعده، تعالى. السؤال اللي بعده ام باور 3 بلس ان باور 3 ماينس ام ان، دول شبه بعض ودول شبه بعض. تعال نشوف. كان في نوع من انواع الفاكتورايزيشن اللي هو بنعمل فيه براكت صغير وبراكت ايه؟ كبير. تعال افكرك بيه. بص يا باشا، اول حاجه بالنسبه للسؤال ده، دول هيتعملوا ازاي؟ تعال اراجع لك كده يا استاذ يا اللي سرحان، مش وقتك. تمام؟ ها بص يا نجم، اول حاجه بالراحه ورد على قد السؤال. مين يقول لي الكيوب روت للام باور 3؟ ام. طب هنكتب هنا ام. خلاص؟ هنا بلس، انزل بلس زي ما انت. الكيوب روت للان باور 3 ان. طب حلو. بنجيب البراكت الكبير ازاي؟ انا بفتكر معاكم كنا بنعمل 3 خطوات. الاولاني تايم نفسه ام ملتبلاي ام، فبقول ام باور 2. الاخير دايما بوزيتيف، ان ملتبلاي ان باور 2. تعالى بقى كده، لو هنا بلس بص على ايدي كويس، مش فاكر الكلام ده، افتكر المستر شاور على الحته دي. لو هنا بلس يبقى هنا بلس يبقى هنا ماينس. طب لو هنا ماينس يبقى هنا ماينس يبقى هنا بلس. انا كده فهمت حاجه، ان البراكت الصغير شبه المساله والبراكت الكبير بنعكس الاشاره. تمام كده؟ يعني حضرتك دلوقتي هتحط لي هنا ماينس، تمام؟ وتعمل ايه؟ هتاخد الرقمين دول تعمل لهم ملتبلاي بعض، دول ملتبلاي بعض، فام تايم ان هتبقى ام ان على بعضها. حلو الكلام؟ كده انا خلصت الجزء الايه؟ الاول بس.
طب تعالوا مع بعض كده نشوف التاني. انا عايز يا مستر اشوف كومن فاكتور للتاني. ببص مفيش ارقام، مفيش حروف، مفيش اي حاجه. لما تلاقي المساله ملهاش اي كومن فاكتور انا باخد ال1 كومن فاكتور. باخد ال1 ايه؟ كومن فاكتور. بس نصيحه، انا المساله عندي بادئه بنيجاتيف، انا هستاذنك انا هاخد النيجاتيف 1 هو اللي كومن فاكتور. هاخد النيجاتيف 1 اللي هو كومن ايه؟ فاكتور. ودايما عايز اعرفك حاجه، طالما الاشاره اتحطت هنا نيجاتيف لازم بفكرك ان انا عندي في حركه تشينج للساين هتحصل. بص كده، لما حطيت نيجاتيف هنا بفكرك ان عندي حركه تشينج للمساله حصلت. يعني هنا كانت نيجاتيف نيجاتيف، بص على البراكت، بوزيتيف بوزيتيف. خدت بالك؟ طب بص الثانيه كده يلا، ها مين شاطر يقول لي لما اخد ال1؟ ها بالراحه، نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف، وام ديفايدد 1 بام، لان هو مش هيعمل حاجه. خلاص كده؟ طيب خش على اللي بعده، نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف. كله بيجاوب عشان ايه؟ المعلومه تعلق في دماغك، كله بيجاوب ما تكسلش. نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف، وان ديفايدد 1 هتنزل بالان. تمام؟ يبقى بوزيتيف ان. سؤال بقى، انا عايزك تبص لي كده على الجروب ده كله، تمام؟ وعلى الجروب ده كله. قول لي كده ايه الحاجه اللي انت شايفها متكرره؟ ام بلس ان. هنشطب عليها بالرصاص ده وده، وهنكتبه مره واحده بره. يعني هتكتب بره كده ام بلس ان. ماشي يا شباب؟ طيب وبعدين يا مستر، كل اللي هيتبقى حطه في براكت. كل اللي هيتبقى حطه ايه؟ في براكت. يبقى البراكت الثاني هنكتب ايه؟ ام باور 2 ماينس ام ان، ماشي، بلس ان باور 2 ماينس ال1. كله اتكتب اترمى في براكت تاني لوحده. خلاص؟ ده كده ايه؟ جروبنج. ماشي؟ انا براجع الحاجات اللي احنا قصرنا فيها طول فتره الترم دي ما خدتش حقها معانا. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ انا عندي هنا اكس باور 4 ماينس 11 اكس باور 2 بلس 1. تمام؟ طيب تعال نشوف يا باشا المساله دي. المساله دي بالنسبه لي خلي دي شويه عشان دي هتطول معانا، خليها فكرنا بشرحها لكم بعدين عشان دي فيها كومبليتنج سكوير وكلام فاضي. بص السؤال اللي بعده ده، اكس باور 2 ماينس 4 اوفر 81. ماشي؟ ركز كده، ايه اللي انت شايفه يا استاذ اللي سرحان معانا في اهم حصه؟ انا عندي ده ليه سكوير روت وده ليه سكوير روت، واحمد ربنا ان بينهم ماينس. ليه يا مستر احمد ربنا يعني؟ اقول لك ليه. بص يا حبيبي، لما المساله بينهم ماينس دول بيتفكوا عشان في ناس مش عارفه تفرق بين الدرس والدرس. لما يكون بينهم ماينس بيتعملوا براكتين توأم. لكن لو بينهم، بص كده، لو بينهم بلس، بص لو بينهم بلس انت في سكه ثانيه. انت في سكه ثانيه، انت بتتكلم على ميدل ولسه هعمل كومبليتنج سكوير. واصل كده؟ انا عايزك تفرق، تبقى فاهم ده ايه وده ايه. خلاص؟ عشان الانواع كلها بتخش في بعض. طيب يبقى احنا كده دلوقتي هنقول تاني دول بينهم ايه؟ ماينس. يبقى دي سهله. هعمل ايه؟ حضرتك هتعمل براكتين توأم على طول. 1 2، ايدك شغاله معايا. هتجاوب بلسانك وتكتب بايدك. اللي سكورت للاكس بار 2 يبقى الاكس مرتين. ماينس هيتفك مره ماينس مره بلس. خد بالك اعتبر دول مسألتين. اللي سكورت للفور بكام؟ 2. تمام. واللي سكورت لل 81 9. يبقى هنا 2 اوفر 9 وهنا تبقى 2 اوفر 9. خلاص؟ بس كده المساله ايه؟ خلصانه. ماشي؟ طيب خش على اللي بعده. تعالى. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ طب انا عندي هنا كي باور 2 ماينس 36 ام باور 2. سؤال سهل. خد بالك السؤال ده لازم هيجي لك واحده منه في الامتحان اساسي مليون المية. السؤال ده حط جنبه ستار. بعد اذنك الحاجات اللي اتحط عليها ستار هي الحاجه اللي انت هتفتح الملزمه تبص عليها وتركن الملزمه. اقول تاني، اي حاجه بحط عليها ستار وانت بتراجع انت يبقى عندك 600,000 حاجه بتراجع منها. كل الحاجات على مدار الترم اللي علمت عليها ستار ابدا مذاكرتها قبل اي حاجه. خلاص؟ عشان كده علم الستار بتاعتك واضحه في الملزمه. طيب اولا يا باشا ده ليه سكور روت ودول ليهم سكور روت وبينهم الحمد لله، اول ما تشوف ماينس قول الحمد لله. خلاص؟ دول هيتعملوا ايه؟ براكتين توأم. خلاص؟ بالراحه كده بسرعه. اللي سكورت للكي باور 2 هيبقى هنا كي وهنا كي. الماينس مره ماينس مره بلس. ال 36 6 تايمز 6. ام باور 2 مره ام ومره ام. وصل كده؟ خلصت. اللي بعده ركز. هنا طب دول يا مستر 4. ماشي؟ 4 معاك اهم. جروبنج يا مستر. طيب على طول كده وان شاء الله دي احتمال كبير هي اللي تجيلك في الجروبنج. تمام؟ عشان دي اسهل واحده في الجروبنج. خلاص؟ طيب لو بصينا على اول 2 مين الحاجه اللي متكرره؟ اكس. طب هنطلع الاكس بره. طيب افتح براكت. لما تاخد من ده اكس وتاخد من ده اكس مين هيتبقى؟ A بلس B. تمام. ماشي؟
تعالى في النص فيه بلس صح؟ هنكتب بلس. السؤال بقى هنا مين شاطر يقول لي مين الكومن فاكتور هنا؟ ولا حاجه. ولا حاجه، ولا حاجه يعني 1. تمام؟ يبقى هكتب 1. الاستاذه اللي بتهزر ورا بي بلس ايه. تمام كده؟ طيب تعالى يا سعاده الباشا بص هنا معايا. لو بصيت على ده كله علم عليه زي ما انا بعمل كده، وبصيت على ده كله، ها ايه الحاجه اللي متكرره؟ ما هو A بلس B هو نفسه B بلس A صح؟ مش هتفرق هتكتبه بأني شكل. طب انا هعمل ايه؟ هفتح كده هشيل ده بالقلم الرصاص تمام؟ واقول له A بلس B ده البراكت الاول، البراكت الثاني هيبقى عباره عن X بلس A 1. تمام؟ عادي عايز ابدل على فكره يا شباب. لو واحد عمل المساله كتب لي الحل X بلس 1 في الاول و A بلس B. بدايه السؤال الجروبنج لا لا ماشي معايا؟ طيب بص معايا السؤال اللي بعده اكس بار 3 بلس 27 ماشي؟ علم على السؤال ده كمان ستار. علم على السؤال ده كمان ستار. بص يا باشا اولا دول هما الاثنين ما لهمش سكوير روت بس دول ليهم كيوب روت. ده ليه كيوب روت وده ليه كيوب روت. لما يكون عندك حاجتين ليهم كيوب روت قلنا ده يا باشا بيتعمل براكت صغير وبراكت ايه؟ كبير. بالراحه كده واحده واحده. اول حاجه الكيوب روت للاكس بار 3 يبقى يا شباب اكس هنا بلس اكتب بلس انا لسه شارح. الكيوب روت لل 27 ب 3 كده تمام؟ طيب عايزين يا باشا نجيب البراكت الكبير. 3 خطوات تعال افكرك بيهم تاني. اكس تايم اكس اكس باور 2 الاخير دايما بوزيتيف ماشي؟ 3 تايم 3 9 هنعكس هنا بلس هنا بلس يبقى هنا ماينس. خد لي الاثنين دول تايم بعض فالاجابه تبقى كام؟ 3 اكس. خلاص كده؟ حط عندها ستار قبل ما تنسى ماشي؟ طيب تعالى يا باشا بص بقى اسئله اللي تشوز. يقول لحضرتك ايه؟ ها؟ بيقول لك يا ريس انا عندي هنا السؤال ده اكس باور 2 ماينس اي اكس تمام؟ وبعدين بلس بي اكس ماينس اي بي ايكوال كام؟ هو عمل فاكتورايز فعايزك يشوف لي مين الاجابه بتاعتهم اللي هتطلع. تمام؟ طيب خليك معايا واحده واحده. ها اول حاجه يا رجاله مين الحاجه المشتركه هنا؟ اكس ماشي؟ طلع يا ريس الاكس بره. طلع الاكس بره ما تبصش على التشوز مش هينفعك في حاجه. حل المساله وبعدين شوف الاجابه. خلاص؟ طيب لما ناخد الاكس كومن فاكتور ماشي؟ شيل الاكس من هنا شيل واحده اكس من هنا. مين يقول لي مين هتبقى؟ اكس ماينس ايه ماشي ادي اكس ماينس ايه في النص بلس حط بلس. طيب ركز في اللقطه اللي بعدها. مين الحاجه اللي متكرره عند حضرتك هنا؟ بي. طلع البي بره. تمام؟ طلعنا البي. طب شيل البي من هنا شيل البي من هنا. مين هتبقى؟ اكس ماينس ايه. طيب اكس ماينس ايه. تعالى يا ريس بص بقى هنا ده جروب وده جروب. مين الحاجه اللي متكرره في كل جروب؟ اكس ماينس ايه. المفروض الناس قاعده بتذاكر معايا يعني انت حضرتك قاعد مركز انا بعمل ايه مش قاعد بتنقل او مش قاعد سرحان. طيب هنكتب الاكس ماينس ايه مره واحده ماشي؟ واللي هيتبقى يتحط في براكت جديد فالبراكت الجديد هيبقى عباره عن اكس بلس بي. تعالوا نشوف الاجابه دي مع بعض. ها الاجابه بتاعتك بالظبط بي. خلاص كده؟ طيب السؤال اللي بعده بص يا باشا كده اسئله مترقمه بالظبط حسب الاهميه. السؤال ده يا باشا 2 ستار. 2 ستار على السؤال ده. خلاص؟ الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا ريس انا عندي اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال نيجاتيف 16. معايا يا باشا؟ معايا. طيب واكس ماينس واي ايكوال نيجاتيف 2 فانا عايز اعرف الاكس بلس واي بكام. دايما بيلعب في السؤال ده لازم يجيب واحد في الامتحان من النوعيه دي. بيشوفك عايز تعرف تعمل فاكتورايزيشن ازاي وتحل ايكويشن في نفس الوقت. سؤال واحد بس هساله لك. انا عندي 3 اكسبريشن ادي واحد بروزه كده زي ما انا بعمل وادي الثاني تمام وادي الثالث. بروز زي ما انا بعمل كده لو سمحت واعمل كده في ورقه الاسئله مفيش مشكله. طيب السؤال اللي هساله لك مين من الثلاثه دول ينفع تفكه فاكتورايز؟ الاول اللي عليه باورات ولا اللي مش عليهم باور؟ الاول ده اللي يتفك صح؟ طب تعال نفكه. اول حاجه حضرتك هتعمل ايه؟ هتمسك ده تكتب كده اكس باور 2 مالكش دعوه بالارقام دلوقتي سيبها في حل. اكس باور 2 ماينس واي باور 2 ايكوال ده ليه سكوير روت ده ليه سكوير روت بينهم ماينس. حضرتك هتعمل براكتين توأم تمام؟ السكورت الاولاني اكس السكورت للثاني واي.
هنكتب تاني اكس وهنكتب تاني واي، مره بلس مره ايه ماينس. وصل كده اللقطه؟ تعالى بقى كده اللقطه الجامده واهم لقطه، كل حاجه شيلها وحط اجابتها. طيب انا بقى هشيل الاكس باور 2 ماينس واي باور 2 واحط مكانه كام؟ نيجاتيف 16. اشيل ده يا باشا كده، علم عليه وحط مكانه نيجاتيف 16 ايكوال. طيب الاكس ماينس واي ها اشيلها واحط مكانها كام؟ نيجاتيف 2. طب بعد اذنك شيل ده كده وحط مكانه نيجاتيف 2. طيب في حاجه للبراكت ده؟ لا معرفش بكام، ينزل زي ما هو، يبقى انا هكتب كده اكس بلس واي. طيب بس بعد اذنك اكتب لي ملتبلاي نيجاتيف 2. ماشي؟ يعني ده معمول تايم ايه؟ تايم ده. هو سؤال واحد، عكس الملتبلاي ديفايدد. طب معلش بالعقل كده، اعمل مين ديفايدد مين؟ نيجاتيف 2 ديفايدد نيجاتيف 16 ولا نيجاتيف 16 ديفايدد نيجاتيف 2؟ برافو عليك، غلط. بص يا حبيبي، انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب يا باشا ده، صح؟ يبقى انا عايز اتخلص من مين؟ من نيجاتيف 2. لو انت سرحت اعمل لي المساله دي كلها ديفايدد نيجاتيف 2 والمساله دي كلها ديفايدد نيجاتيف 2. ده لو انت تهت. فلما تعمل ديفايدد نيجاتيف 2، النيجاتيف 2 اللي هنا هتروح مع النيجاتيف 2، فمين هيتبقى؟ اكس بلس واي. اما هنا نيجاتيف 16 ديفايدد نيجاتيف 2، يعني كانك بتقول لي يا مستر ال 8 ايكوال اكس بلس واي. حلو كده؟ تمام؟ اقول لك على حاجه ثانيه، الملتبلاي بيروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، بعمل ديفايدد عليه مش هو اللي بيعمل ديفايدد. تمام؟ وحشه معلش. خلاص؟ وصل كده يا شباب؟ طيب السؤال هيجي لك ازاي؟ بص هتروح حر. السؤال هيجي لك ازاي؟ هيقول لك اكس ماينس واي بكذا. يمكن يلعب عليك لعبه، يقول لك الاكس بلس واي مثلا او ماينس واي ب 5. ماشي؟ لما تروحوا والاكس بلس واي بكذا، يعني هدي لك ده وهدي لك ده، وهدي لك سؤال مباشر جدا، هقول لك احسب لي الحسبه دي بكام. طب لو انا عايز اجيب ده، ماشي، هعمل ايه؟ همسك الرقمين اللي هيطلعوا يكتبوا هنا، اعمل لهم ملتبلاي. اعمل لهم يا شباب ملتبلاي. يعني اهم حاجه شوف انت عايز ايه. لو انت عايز تجيب ده بكام، اخد اجابه ده واجابه ده تايم بعض. وصلت؟ عايز تجيب واحد من الاثنين دول، ماشي، اخد الاجابه اللي هنا ديفايدد الاجابه اللي هو مديها لي في النص. خلاص؟ طيب ماشي كده، فاضل لك مره واحده تاني وهطلعك بره. ماشي يا شباب؟ طيب خش يا باشا السؤال اللي جاي. السؤال اللي جاي بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو عندك البولينوميال ده از بيرفكت سكوير. تعالى كده مع بعض نراجع على كل قوانين البيرفكت سكوير. وات از ذا فاليو اوف كي؟ ماشي؟ ايا كان السؤال مين. خلاص؟ القانون بتاعك في عندي قانون اسمه الميدل. خلاص؟ الميدل بنقول ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي سكوير روت الفيرست ملتبلاي سكوير روت الثيرد. ده لو انت عايز تجيب الميدل او في حاجه ناقصه في الميدل. ماشي؟ طيب لو عايز اجيب الفيرست، القانون بتاعه بيقول لك كده الثيرد باور 2. تمام؟ اسف معلش، ميدل، اسف، بقول كده الميدل باور 2. ماشي يا شباب؟ اوفر 4 ملتبلاي ثيرد، اوفر 4 ملتبلاي ثيرد. خلاص؟ بس قانون واحد هنزوده، عندك قانون الثيرد. بص قانون الثيرد هتلاقيه هو شبه قانون الفيرست بالظبط، تمام، مع تغيير بعض الحاجات البسيطه، هتبدل بس. يعني هنا حضرتك هتقول لي كده الميدل باور 2 اوفر 4 ملتبلاي الفيرست. تمام؟ دول الثلاث قوانين اللي عندك على اي درس بيرفكت سكوير. ماشي؟ طيب خلصت يا باشا؟ شوف بقى انت عايز ايه. لما جيت ابص كده الراجل بيسالني عن الرقم كي اللي موجود هنا، اللي موجود في الفيرست، يبقى انا هكتب قانون مين؟ الفيرست. يلا قانون الفيرست كتبناه مش هنكتبه تاني، انا هحل على طول. هقول له الفيرست ايكوال، تعالى يا باشا، مين هو الميدل؟ ده الميدل بتاعك، سواء خدت الاجابه بالنيجاتيف او من غير نيجاتيف، تمام، هتكتبه زي ما هو. يعني هقول كده نيجاتيف 12 اكس اقفل البراكت عليه باور 2، ولو نسيت النيجاتيف برضه اجابتك صح، لان كده كده الباور 2 هيشيل النيجاتيف. خلاص؟ اوفر 4 ملتبلاي، انا بقول فيرست يبقى ملتبلاي الثيرد اللي هو ب 9. خلاص كده؟ طب تعالى نحسب الاجابه. يلا نيجاتيف 12 وعليها باور 2 144. تمام؟ اكس وعليها باور 2 هيبقى اكس باور 2 اوفر
4 تايم 9 هتطلع الاجابه مع حضرتك 36. طبعا ما عندكش اكسل. هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعال، كل اللي هتعمله هتجيب الاله الحاسبه بتاعت حضرتك، ماشي؟ هتكتب بس على الاله 144 ديفايدد 36، تطلع الاجابه مع حضرتك كام؟ 4. بس الاجابه بقى مش 4 بالظبط، هي المفروض الاجابه بتاعتك ايكوال 4 اكس باور 2. تمام؟ لحد الخطوه دي كده وقف معايا. طيب المفروض اقارن الاجابه اللي انا جبتها دي بالفيرست تيرم اللي هو مديهولي، واشطب معايا. هتلاحظ ايه؟ هلاحظ كده يا ريس ان الاكس باور 2 موجوده هنا وموجوده هنا، صح؟ طب لما ده هو ده يبقى الكي بتاعتك بكام؟ 4. يبقى therefore الكي ايكوال 4. خلاص؟ اي سؤال بيرفكت سكوير علم عليه. خلاص؟ اي حد عنده سؤال بعد الحصه. اي سؤال بيرفكت سكوير علم عليه، مهم. ماشي؟ في البوك شويه. عايز ايه؟ يلا. ها؟ بعد الحصه عمر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك يا ريس هنا انا عندي x باور 2 بلس 2 x بلس 2 is one factors of expression x باور 2 بلس 4. خدت بالك من اللي انا شفته؟ بلس. تمام؟ طيب لو جيت بصيت هنا انا عندي ده يا ريس ليه سكوير روت وده ليه سكوير روت وبينهم بلس. السؤال بقى ده ينفع ديفرنس بين 2 سكوير اللي هم 2 توأم ولا كومبليتنج سكوير؟ كومبليتنج سكوير. نفكرك بيه تاني. بص معايا. اول خطوه انا هجيب المساله على خطوتين بس، يا رب تكون مركز. اول خطوه بقول له الميدل، تمام؟ ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 افتح براكتين، ماشي؟ طيب البراكتين بتوعك هات السكوروت لده وهات السكوروت لده، تمام؟ السكوروت ده يا شباب اكس باور 2، ادي اكس باور 2 اهو. طيب السكوروت ده ايه؟ 2، حط يا باشا 2. طيب هتعمل لهم ملتبلاي هتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايم 2 تبقى 4 اكس باور 2. حلو كده؟ 4 اكس باور 2. ايه الخطوه الثانيه؟ تعالى بقى حد يفكرني كده من الناس اللي كانت فاكره انا كنت بعمل براكت يكفي 2 ولا يكفي 3؟ 3. طب ادي 3 اهو. ها؟ ركز معايا. عايز افتكر كنا بنعمل ايه في الكومبليتنج سكوير؟ بنعمل ايه اول حاجه هنا؟ هنا وهنا بنعمل لهم ايه؟ سكوير روت. سؤال واحد، بنغير الاشاره ولا زي ما هي؟ زي ما هي. تمام؟ موبايلات على الصاله لو سمحت. ماشي؟ السكورت ده والسكورت ده. السكورت الاولاني اكس بار 4، عندك هنا يا باشا اكس بار 2 اكس بار 2. السكورت لل4 هنكتب هنا 2 وهكتب هنا 2 وما تغيرش اشاره. وما تغيرش ايه؟ اشاره. تمام؟ يعني حط هنا بلس وحط هنا بلس. تمام؟ نيجي بقى للقطه الثانيه الاهم بقى. هنا الميدل انت كاتب بوزيتيف اور نيجاتيف، صح؟ حضرتك هتعمل ايه؟ مره هخليها بوزيتيف ومره اخليها نيجاتيف. تمام؟ خد لي السكورت لده. يعني هنا هيبقى 2 اكس مع سكورت لل4 ب 2 واكس بار 2 اكس ومره ماينس 2 اكس. طيب يعني ايه يا مستر بقى؟ انا عايز افهم السؤال. اسمع بقى الحته دي. في ناس مش فاهمه اصلا معنى السؤال. الراجل بيقول لك البراكت ده از ا 1 فاكتور من المساله دي. يعني ايه؟ يعني بيقول لك كده بالراحه انا عندي المساله دي هتتفك براكتين، هتتفك براكتين، ده واحد منهم. السؤال تاني، يعني ايه يا مستر ده از 1 فاكتور من المساله دي؟ يعني السؤال ده هيتفك براكتين، ده واحد منهم. قول لي مين هو البراكت التاني؟ ها تعالى كده نشوف. ثانيه واحده عشان في حاجه ناقصالها المساله دي. تعالى اكس بار 2 اصبري عليا بلس 2 اكس بلس 2. انا ضحك عليك في حاجه بسيطه، اصبري عليا. اكس بار 2 بلس 2 اكس بلس 2. بص كده اكس بار 2، بص انا بشاور على ايه؟ بلس 2 اكس بلس 2. فرقت معاك لو بدلت؟ فرقت معاك لو بدلت؟ هي مش كده كده كلها بلس؟ يعني ده بص تاني بعينك اكس باور 2 اهي، بص في 2 اكس اهي. تمام؟ يلا دلوقتي كده حضرتك اهو ده موجود في الاول، صح؟ مين البراكت اللي ناقصك؟ مين البراكت اللي ناقصك؟ ده اللي مش موجود، صح؟ طيب يبقى حضرتك دلوقتي دور على دول في الاجابات. اكس باور 2 بلس 2 ماينس 2 اكس. تعالى بص كده معايا الاجابه بتاعتك تبقى ايه على طول. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده، تعالى يا ريس. عندك هنا السؤال اللي جاي بيقول لك انا عايز اجيب الراشونال نمبر. بلوز كلمه الراشونال دي اهم كلمه في السؤال. كل سؤال ليه مفتاح. كل سؤال ليه مفتاح، مفتاح السؤال كلمه. بيقول لك انا عايز اجيب الراشونال نمبر اللي هو بتوين ال2 وبتوين ال3. طيب اولا يعني ايه الراشونال؟ الراشونال
رقم ملوش سكوير روت، رقم ملوش كيوب روت، او رقم فيه ديسمال كتير. حلو؟ طيب تعالى يا باشا، اول حاجه بالنسبه لي عندي السكور 10. هو 10 ليها سكوير روت؟ لا، الرقم ده تبع عيله كيو داش، اكتب عليه كيو داش. خلاص؟ طيب الرقم ده لما جيت احسبه بالاله الحاسبه، الاله طلعت لي 2.5 ديسمال واحد بس، فالرقم ده تبع عيله الكيو. ماشي؟ الكيوب روت 9 لو جيت كتبته على الاله، بص يا ريس كده، ها كيوب روت 9 ماشي ايكوال، بص كده ديسمال كتير اهو، يبقى الرقم ده تبع عيله الكيو داش. طيب طلع بكام؟ طلع بالنسبه لي 2.08، اكتب جنبه 2.08 وارقام كتير. خلاص؟ طيب الرقم ده 2.5 وعليه علامه كده requiring، ركز معايا، ده لما كنا بنكتبه على الاله بوري الناس اهو قدامهم، بص كنا بنكتب كده 2 بوينت وكرر ال5 كتير كده، شايف كده؟ تمام؟ حول كده دوس ايكوال، طلعت كام؟ 23 اوفر 9. حلو؟ طب ما هو طلع فراكشن اهو، مظبوط الكلام؟ طيب فده موجود في عيله الكيو. طيب ده كيو داش، طب ده بكام بالمره عشان نخلصه؟ سكور روت 10، بص كده يطلع 3.16، اكتب تحته 3.16. طيب السؤال بقى هنا، انا بقول لك انا عايز الاجابه اللي هي الراشنال. اول ما قلت لي انا عايز الاجابه الراشنال اوتوماتيك كده يبقى الاجابه دي غلط والاجابه دي غلط. خلاص، انت عايز رقم في عيله كيو داش. طيب انا عايز رقم في عيله كيو داش يكون اكبر من 2 واصغر من 3. ها، يا اما ده يا اما ده، تختار انهي اجابه؟ دي واضحه زي الشمس، الاجابه دي على طول. ماشي؟ يبقى لازم احسب كل واحده لوحدها. طيب اللي بعده، بص هنا بيقول لك انا عندي السكور روت 29 اكبر من اكس واصغر من اكس بلس ايه 1، بشرط انا عايز الرقم اكس ده بيلونج للزد. تمام؟ على كلمه بيلونج للزد اكتب على الاكس كده يا باشا نو ديسمال، مش عايز ديسمال اصلا في الرقم ده. ماشي الكلام؟ طيب تعال نشوف هنحسبها ازاي. هنمسك الرقم اللي في النص هنكتبه على الاله الحاسبه. ماشي؟ بص يا بابا، ادي مساله كده، اكتب يا ريس سكور روت 29، دوس ايكوال يا ريس، هاته بالاله الحاسبه، طلع كام؟ 5.38، يعني قول 5.4، اكتب عليه 5.4. سؤال بقى، ال 5.4 ده اكبر من كام واصغر من كام بشرط اللي هنا واللي هنا ما فيهمش ديسمال؟ ها بالظبط، اكتب فوقيها اكبر من ال5 واصغر من مين؟ من ال6. طيب اكبر من ال5 واصغر من ال6 يبقى الاكس بكام؟ بس كده هو ده السؤال. وصل كده؟ يبقى الاكس بتاعتي ايكوال 5. ماشي الكلام؟ طيب خلصنا من السؤال ده، خش على اللي بعده. يلا السؤال اللي بعده، الاسئله دي كده خلي بالك بالذات السؤال ده علم عليه، السؤال بتاع 9. طيب اللي بعده بيقول لي the number root 10 lies between two consecutive integer. تمام؟ بعد اذنك consecutive integer اكتب عليها كده ورا بعض بالعربي، ورا بعض من غير ديسمال، من غير ديسمال. خلاص؟ بيقول لك الرقم ده اجابته تقع بين مين ومين. ماشي؟ تعال انا هعمل ايه؟ على الاله كده على طول، امسك الرقم سكوير روت 10 ايكوال، حوله ديسمال، طلع معايا 3.16، اكتب يا باشا 3.16. تمام؟ دي الاجابه بتاعت الروت 10. قول لي انت بقى بالراحه كده 3.16 اكبر من كام واصغر من كام بشرط ده ملوش ديسمال وده ملوش ديسمال؟ اكبر من 3 واصغر من 4، صح؟ يبقى انا اختار الاجابه بي. يبقى انا اختار الاجابه بي. اللي بعده يلا، السؤال اللي بعده حط ستار. السؤال اللي بعده بيقول لك كيو يونيون كيو داش ايكوال كام؟ احنا بنقلب صفحه مش بنتكلم يا خفيف الدم. خلاص؟ بسرعه. بص يا ريس، كيو يونيون كيو داش اكتب عليها ار على طول كده. اي كيو مع كيو داش كل الارقام اللي في العالم يدي لك حاجه اسمها الريل نمبر. زود عليها سؤال، لو قال لي كيو ماشي انترسكت كيو داش اكتب 4. لو قال لي انترسكشن هديك كل الاسئله المتوقعه، ده بيجي اول سؤال في الامتحان في بدايه الصفحه. طيب لو قال لي يا مستر كيو ديفرنس كيو داش، تمام؟ ايه اللي موجود في الكيو مش موجود في الكيو داش؟
طبعا كل الكيو مش موجوده في كيو داش، فالاجابه كيو. خلاص؟ طيب شو انا عمال اديك كام سؤال على نفس النوعيه؟ طيب لو قال لي يا مستر طيب كيو داش ديفرنس كيو، ها ايه اللي موجود في الكيو داش مش موجود في الكيو؟ ها كيو داش. حلو؟ خد سؤال تاني، خلينا نخلصهم كلهم مره واحده عشان ما نرجع لهمش تاني. طب يا مستر لو قال لي ار ديفرنس كيو، ها ايه اللي موجود في الار مش موجود في الكيو؟ كيو داش. الكيو داش. تمام؟ الكيو داش. خلاص؟ بص كام سؤال، 1 2 3 4 5 6 لسه كمان تاني. طب لو قال لي ار ديفرنس كيو داش، كيو. خلاص يا باشا، معاك 6 اسئله اهو. معاك 6 اسئله. ماشي؟ طيب ها مركزه معايا؟ يلا. بيقول لك الار ايكوال من فين لفين؟ الار كل الارقام، البوزيتيف والنيجاتيف والفراكشن والراشنال والirrational، كل حاجه في العالم. فاختار الاجابه بتاعتي من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي. خلاص؟ خد سؤال تاني على الحته دي. طب يا باشا لو قال لي ار بوزيتيف ايكوال ايه وار نيجاتيف ايكوال ايه؟ بالمره كل افكار بتيجي في دماغي وانا معاك بجيبها لك. خلاص؟ الار بوزيتيف كل الارقام البوزيتيف من غير زيرو، صح؟ تكتب ازاي؟ هقول يا باشا زيرو اوبن لحد بوزيتيف انفينيتي. زيرو اوبن لحد بوزيتيف ايه؟ انفينيتي. خلاص؟ طيب لو قال لي انا عايز الار نيجاتيف، كل الارقام النيجاتيف من غير الزيرو. معلش انا هسال سؤال واحد، اشمعنى هنا كتبت الانفينيتي في الاخر والزيرو في الاول، وهنا الزيرو في الاخر والانفينيتي في الاول؟ ها احنا دايما بنمشي من الصغير للكبير، صح؟ من الصغير للكبير، فانا همشي من زيرو لبوزيتيف انفينيتي على اساس الارقام بتكبر معاك. خلاص؟ اما هنا من نيجاتيف انفينيتي لحد الايه؟ لحد الزيرو. وصل كده القصه؟ النيجاتيف انفينيتي اصغر من الزيرو. ماشي يا شباب؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك نيجاتيف 3 وعامل لك هنا انترفال من نيجاتيف 4 ل 1. طيب تعالى يا باشا انا عايزك تتعلم ترسم برضه. تعالى نراجع كده على الرسم سريعا. يلا. النيجاتيف 4 بالنسبه لي اوبن. طب اوبن ارسم كده معايا نيجاتيف 4 اوبن. خلاص؟ لحد ال1، ال1 اهو كلوزد. ماشي؟ وصل ما بينهم. هو سؤال واحد هساله لك، الحته اللي انت وصلتها دي هل الرقم نيجاتيف 3 موجود فيها؟ موجود هنا صح؟ مش كده؟ يبقى الاجابه بتاعتي بيلونج. يبقى انا اختار الاجابه ايه؟ اختار الاجابه ايه؟ وصل؟ طيب تعالى يا باشا هنا بيقول لك الان ماشي وزيرو بص في انفينيتي. طيب تعالى كده عايز اوريك حاجه. ارسم معايا كده بعد اذنك. يلا. نمبر لاين اهو. ماشي؟ من زيرو لبص في انفينيتي اهو هتعمل الزيرو اوبن. تمام؟ بس ابعد الزيرو شويه عن النمبر لاين. والبوزيتيف انفينيتي اهو. ماشي؟ انا عايز المنطقه دي كلها. كل دي. خلاص؟ دي كده اسمها من زيرو بوزيتيف انفينيتي. طيب الان ارقام الان معروفه، هل فيها ديسمال؟ هل الناتشرال فيها ديسمال؟ لا. ايه الارقام الناتشرال اللي عندك؟ 0 وال1 وال2 وال3 بس مفيش ديسمال. فلو عايز ارسم الان هنا هتلاقي نفسك هتعمل كده. بص علم على الزيرو، علم على ال1، علم على ال2، علم على ال3 كده. السؤال بقى هنا هساله لك، هل الان رقم واحد ولا كذا رقم؟ كذا رقم. السؤال الثاني هل الارقام بتاعت الان اللي باللون الاسود موجوده في اللون الازرق؟ موجوده صح؟ في الحاله دي حضرتك تختار ايه؟ اولا دي ست. اولا دي ست كل حاجتها موجوده هنا. اختار بيلونج ولا اختار سبست؟ لا اختار سبست. اختار سبست. ليه؟ عشان دول مجموعه ارقام مش رقم واحد وكلها موجوده هنا. ماشي يا شباب؟ كمل معايا. يلا خش المساله اللي بعدها. يلا ارسم معايا. انجز انجز. عايزين نرسم الرسمه دي. سيب لك مكان اهو تحت اهو. ارسم معايا. ماشي يا باشا؟ يلا. من نيجاتيف 3 ل 5 والاثنين كلوزد. ماشي؟ هتروح جاي هنا. تعالى يا باشا كده نيجاتيف 3 وادي 5. خلاص؟ كلوزد كلوزد. وصل ما بينهم. تمام؟ ادي اول واحده. ودايما لما تيجي تحط الارقام نزلها تحت اللاين شويه. طيب المجموعه الثانيه من 2 ل 7 بس ال2 اوبن. طيب ال2 اوبن هتروح جاي على ال2. فين ال2؟ ال2 هنقول مثلا هنا. ماشي؟ ال2 اوبن. خلاص؟ ال7 بعد ال5. طيب هنحطها هنا كده. 7 اوبن اهي.
ماشي الكلام؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ وصل يا باشا. طيب وصلنا. طيب تعالى يا ريس كده احل عليهم كذا سؤال. كذا سؤال مش سؤال واحد. اولا السؤال هنا عايز يونيون صح؟ يونيون يعني ايه؟ كلهم مش كده؟ لو قلت كلهم من اول فين لحد فين؟ من نيجاتيف 3 لحد ايه؟ 7. يبقى الاجابه بتاعتي من اول نيجاتيف 3 ماشي؟ من اول النيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 كلوزد لحد ال 7 وال 7 تعتبر ايه؟ اوبن. ده لو انا عايز اليونيون. ده لو عايز ايه؟ يونيون. طيب سعاده الباشا لو انا عايز اجيب الانترسكشن زود على السؤال ده انترسكشن. اكتب نفس السؤال جنبه. نيجاتيف 3 و5 ماشي؟ انترسكت 2 و7. ها لو انا عايز انترسكشن ركز يا بيه. انترسكشن يعني انا عايز الجزء اللي مشترك. عايز الجزء اللي فيه لونين فوق بعض اسود وازرق. فين الجزء المشترك؟ بص على ايدي كده من فين لفين؟ من 2 لحد ال 5. تمام كده؟ بس هو انت بتقول انترسكشن او يونيون كل حاجه زي ما هي. الاوبن اوبن والكلوزد كلوز. تمام؟ يعني حضرتك هتقول لي الاجابه بتاعتي هتبقى 2 و7. 2 5 اسف. 2 ايه يا شباب؟ و5. ها وصل كده؟ طيب تعالى يا باشا كده خش على السؤال اللي بعده. يلا. السؤال ده هنا بيقول لحضرتك دلوقتي كده انا عايز اشطب الشرطه دي مش عايزها. اشطب دي. انا عايز ده داش اكس داش. خلاص؟ دي بنقول عليها اسمها كومبلمنت. اكتب اسمها كومبلمنت. تمام؟ طيب كومبلمنت يعني ايه يا استاذنا؟ بقيه النمبر لاين. بقيه النمبر لاين. طب تعالى الاول بس نشوف الاكس من فين لفين. ارسم يا ريس كده بسرعه يلا. الاكس بتاعتي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 3. ال 3 بتاعتي اوبن من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 3 اهو. ماشي يا باشا؟ لون الجزء ده. لون الجزء ده. كده تمام؟ لما اقول لك انا عايز اكس داش انا عايز بقيه النمبر لاين لحد الاخر. بقيه النمبر لاين لحد الاخر. طيب بقيه النمبر لاين لحد الاخر او بمعنى اصح الحاجات اللي ما كانتش معاك هاخدها معايا. هعملها ازاي دي؟ ال 3 كانت اوبن اعمل تحتها كلوزد. ماشي؟ وهمشي لحد الاخر يبقى انا همشي المنطقه دي كلها يبقى كده كانك خدت النمبر لاين كله. ها مين شاطر كده يقول لي كومبلمنت؟ يبقى من فين لفين؟ ها من 3 لبوزيتيف ايه؟ انفينيتي. طب ال 3 عندك اوبن ولا كلوز؟ طب ليه قلت عليها كلوز؟ سيب يا باشا الموبايل اللي في ايدك خليك معايا. اوبن اجابتك كلوز. لو هي كانت كلوز اجابتك ايه؟ اوبن. وصلت؟ فنقول له كده يا باشا الاجابه بتاعت الله يكرمك 3 وبوزيتيف انفينيتي. تمام؟ ماشي كده؟ وقف يا باشا على طول مفيش هوس دي. يلا يجي السؤال اللي جاي. يقول لك انا عندي 0.5 ديفرنس 3 و7. بعد اذنك السؤال ده حط عنده ستار لان حضراتكم كلكم بتغلطوا في السؤال ده كذا مره. ماشي؟ عايزين نرسم. يلا ارسم يا باشا معايا كده بسرعه. 0 و5 ماشي؟ 0 اوبن وال5 اوبن. خلاص؟ وصل ما بينهم. وصل كده ما بينهم. طيب اللي بعده 3 و7. طيب ال 3 اوبن وال7 اوبن. بص كده معايا 3 مكانها فين بالظبط؟ بين الزيرو وبين الفايف. ادي ال 3 يا باشا هنا اوبن. خلاص؟ 7 اوبن. طيب ال 7 هتبقى بعدها اهي 7 اوبن اهي. وصل اهو يا باشا كده انا رسمت الرسم. بص على الرسمه كويس قبل ما اكمل اجابه. ماشي؟ طيب حضرتك عايز ايه؟ بص يا بابا انا عايز الديفرنس. يعني ايه الديفرنس؟ يعني انا عايز اكنسل ده اشطب على ده. خلاص؟ ديفرنس انا عايز اشطب ده مش عايزه اصلا. طيب تعالى يا باشا نشطب على ده بالفعل من على الرسمه ونشوف ايه اللي هيتبقى. بص باي لون تاني معاك. بص هعمل حركه كده انا هشطب على ده كله. بص كده شطبت عليه بس اخر هنا. تمام كده؟ يعني انا مش عايز ده. مين اتبقى قدام حضرتك؟ من 0 لحد ايه؟ 3 صح؟ طب انا هقول من 0 لحد 3. ركز بقى معايا في اللقطه اللي بقولها دي. يبقى تاني لما يقول لك ديفرنس انا بشطب على التاني. تمام؟ بشطب على التاني من الرسمه واشوف مين هيتبقى. اللي اتبقى عندي من 0 ل 3 كل ده كلام زي الفل. السؤال هنا بقى الزيرو انت شطبت عليه؟ طب الزيرو كان ايه؟ اوبن. سيبه زي ما هو اوبن. سيبه زي ما هو ايه؟ اوبن. تمام؟ طيب تعالى يا باشا ال 3 هنا ايه؟ اوبن. الحاجه اللي تشطب عليها اعكس.
يبقى ده يا باشا نخليه كلوز. يبقى الاجابه بتاعتي فين؟ انهي واحده؟ اول واحده. اول واحده. واصل كده القصه؟ طيب تعالى يا ريس، ها بص هنا الاسئله دي اكتر اسئله بقى بيتخاف عليكم فيها السؤالين دول. ماشي؟ طيب بص يا استاذه، هنا عند حضرتك السؤالين دول كده الصور هما الاثنين مع بعض. هما الاثنين مع بعض بالذات التاني. السؤال بيقول لحضرتك ايه؟ انا عندي هنا من نيجاتيف 1 وال1 انترسكت 1 و0 نيجاتيف 1. سؤال لحضراتكم سريع كده، مين من دول انترفال ومين ست؟ ها اول واحده انترفال والثانيه ست. طيب دي فيها ارقام بالعبيط، ماشي؟ فيها ارقام كتير جدا، فيها ديسمال وفيها فراكشن وفيها حاجات تانية. طيب لكن دي فيها 3 ارقام بس هم دول. حلو؟ انا بسال حضرتك سؤال، ايه الحاجه اللي مشتركه ما بين دول وما بين دول؟ تعالى بالراحه بس اصبر عليا. اولا هنا النيجاتيف 1 اوبن صح؟ يعني مش موجود تبع دول، لكن موجود هنا فما ينفعش اخده متكرر. خلي بالك كده. خش اللقطه الثانيه من غير ما نرسم. طيب عند حضرتك ال1 هنا يعتبر ايه؟ اوبن. اوبن يعني ال1 مش موجود هنا بس موجود هنا، يبقى ما ينفعش ناخده. طيب لو تخيلت الرسمه في دماغك من نيجاتيف 1 لحد ال1 انت كده كده هتعدي على الزيرو صح؟ يعني الزيرو موجود هنا وفي نفس الوقت موجود هنا، يبقى مين الحاجه المشتركه؟ الزيرو بس صح؟ طب الزيرو بس اكتبها ازاي؟ ها؟ اختار الاجابه مين؟ دي. يبقى الاجابه بتاعتي زيرو بس، رقم واحد هو المشترك. تمام كده؟ طيب اللي بعده بص يا باشا، هنا 2 5. السؤال ده شرحته 60 مره بس في لخبطه بتحصل معاكم ايرور، اقفل بوك شويه. بص يا بابا، اولا هنا انا حسيت انها نفس الارقام، نفس الارقام. طيب بعملها ازاي؟ فبقول لك انا عايز اعرف دي، كنت بعملها بطريقه اسمها البتوينز. الناس اللي شافوا الفيديو بتاع المحاضره دي، حاجه اسمها البتوينز. ايه البتوينز ده؟ بقول لك الكلوز انترفال 2 5 بتتكون من ايه؟ بتتكون من، اكتب فوقيها كده، في الرقم اللي اسمه 2 والرقم اللي اسمه 5 وشويه ارقام في النص. دول اللي انا بقول عليهم ايه؟ البتوينز. دول بقول عليهم ايه؟ البتوينز. تمام؟ طيب تعالى يا باشا، ديفرنس 2 و5. تعالى بقى كده، يعني ايه مستر البتوينز؟ ها مش هي عايزه تروح، هي عايزه تروح. البتوينز يا باشا انا عايز الارقام اللي في النص ما بين ال2 وال5. مين الارقام اللي في النص ما بين ال2 وال5؟ اللي هي من غير ال2 ومن غير ال5، اللي هي الاوبن انترفال 2 5. هم دول بقول عليهم البتوينز. تاني الانترفال اللي هي من 2 ل 5 دي عايز ارسمها. تعالى يا باشا كده ارسم هنا جنبك، يلا ارسم يلا يا باشا. ها تعالى يا ريس، كلوز انترفال من 2 ل 5. ادي يا ريس 2 وادي يا باشا 5. تمام؟ وصل ما بينهم كده، دي اللي هي كلوز انترفال 2 5. تمام؟ طيب عندك ست اوف 2 5. الست ترسم ازاي؟ عند مكان الرقم بالظبط. تمام؟ يعني ايه يا باشا؟ يعني تعالى عند ال2 هنا كده بالظبط وعند ال5 بالظبط، بس ما توصلش ما بينهم. ما توصلش ايه؟ بينهم. السؤال بقى هنا، بص بعينك، ايه الحاجه اللي متلونه باللون الازرق مش موجود زيها في اللون الاسود؟ ها؟ الجزء اللي في النص صح؟ كل جزء اللي في النص. الجزء اللي في النص ده اللي هو من فين لفين؟ من اول ال2 اوبن لحد ال5 ايه؟ اوبن، من غير ده ومن غير ده، من غير ده ومن غير ده. تمام يا باشا؟ ورا حبيبي. بص يا ريس هنا تاني، هنا هنعمل ايه؟ من الاول تاني. بص بقول ايه الحاجه اللي موجوده في اللون الازرق مش موجوده تحت؟ قلنا المنطقه اللي في النص. تمام؟ اللي هي من غير الرقمين دول. فالمنطقه اللي في النص اللي هي من غير ال2 ومن غير ال5 اسمها اوبن 2 واوبن ايه؟ واوبن 5. تمام؟ تعملها ازاي؟ عايز تعملها من على الرسمه؟ تمام، انا شايف مفيش داعي. انت ممكن تعملها من هنا. انا دلوقتي هنا مين الحاجه اللي متكرره؟ يعني انا دلوقتي عايز اشيل ده، عايز ارمي ده. تمام؟ عايز ارمي ده، روح ارميه من هنا. ده موجود، عايز اشيله. انا قلت لك اللي بعد الديفرنس بيتشال. طب شيله من هنا وشيله من هنا. مين اللي هيتبقى؟ الارقام اللي في النص اللي هي من غير ال2 ومن غير ال5، اللي هي تعتبر اوبن 2 اوبن 5. يعني الاجابه تبقى الاجابه بتاعتك سي. الاجابه بتاعتك ايه؟ سي. من الاخر الحاجه اللي بتتحط بعد الديفرنس انا عايز ارميها. الحاجه اللي بعد الديفرنس انا عايز ارميها. فانت لما ترميها من دول يبقى المساله هتتحول من كلوز تبقى ايه؟ اوبن. اياك اشوف واحد يغلط في السؤال في الترم في السؤال زي ده. اياك حد يغلط في الترم في السؤال زي ده.
خلاص؟ طيب تعالى يا باشا خش هنا. السؤال ده بيقول لك الار انترسكت 2 5. بص كده نصيحه لحضرتك اكتبها بقى كده. ار انترسكت اي حاجه اهو بالعربي اهو. اي انترسكت اي حاجه ايكوال نفس الحاجه. ماشي كده اهو نفس الحاجه على طول من غير تغيير. تمام؟ يعني هنا ار انترسكت 2 5 نفس الاجابه 2 5 هي. تمام؟ ده اللي هيبقى مشترك ما بين ده ومن ده. عارف ليه؟ عشان الار هو عباره عن النمبر لاين كله. ايه اللي مشترك بين النمبر لاين والحته الصغيره دي؟ هي الحته دي بس. تمام؟ خد السؤال ده. طيب لو قلت ار يونيون اي حاجه. ار يونيون اي حاجه. الاجابه ار. الاجابه ايه؟ ار. تريكات صغيره كده بنقولها مع بعض خلي بالك منها. ماشي؟ طيب تعالى يا باشا. نعم. لا. تعالى يا باشا بص لي هنا. السؤال اللي بعده بقول لك يا ريس هنا انا عايز اجيب الاديتيف انفرس. ركز كده. يعني ايه اديتيف انفرس؟ اديتيف انفرس يا ريس اكتب تشينج ساين. تشينج ساين غير الاشاره. طيب تعالى يا باشا. ال 3 روت 7 فالمفروض الاجابه هتبقى نيجاتيف 3 روت 7. النيجاتيف 4 المفروض تبقى بلس 4. فين الاجابه دي؟ فكر كده وبص عليها. فين الاجابه دي حتى لو متبدله؟ بي. بص كده هو بيضحك عليك كل مره. بوزيتيف 4 اهي بوزيتيف 4. نيجاتيف 3 روت 7 اهي نيجاتيف 3 روت 7 يبقى الاجابه بتاعتي بي. تمام؟ طيب سؤال زي ده اللي هو بتاع الكونجوجيت اكتب عليه كده يا باشا كونجوجيت. خلاص؟ يلا كونجوجيت. طيب ايه يا مستر سؤال الكونجوجيت ده؟ ركز كده بالراحه هنعمل فيه ايه؟ بص ده لو شوز اعمله بالاله على طول وتنجز. هنعمل كده بالاله يا ريس. فراكشن اهو اكتب 3 اوفر روت 5 وبعدين بلس روت 2 والاله هتقوم بالواجب. الاجابه طلعت اهي روت 5 ماينس روت 2. ماشي؟ فالاجابه اهي على طول ايه؟ طب معلش يا مستر لو السؤال جالي ستيبس لو عملت كده هتنقص. طب اعمل ايه؟ لو مش عايز تنقص اعمل الحركه دي. هعمل لك خدعه. هتمسك المساله دي تكتب نفس السؤال 3 اوفر روت 5 بلس روت 2 ملتبلاي. ماشي؟ ايه هو يا باشا بقى الكونجوجيت اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ بص معايا. شفت الرقم اللي تحت اللي مليان روت؟ انا عايزك تكرره تاني بس تعكس الاشاره بدل بلس نخليها يا بنات ماينس. يعني خلي المساله دي تبقى كده روت 5 ماينس روت 2 وروت 5 ماينس روت 2. بس انا عايز بس الخطوه اللي بالاحمر دي. واكتب المساله برضو على الاله زي ما هي وطلع اجابتك. فاجابتي اهي يا مستر ايكوال روت 5 ماينس روت 2. حد يقول لي كده عملت ايه؟ انا كل اللي عملته كتبت الخطوه دي ديكور. كتبتها ايه؟ ديكور عشان ابين له بس ان انا فاهم يعني ايه كونجوجيت. خلاص؟ وكتبت المساله بالازرق على الاله وطلعت الاجابه. الخطوه دي عليها درجتين لوحدها الخطوه اللي بالاحمر دي. ماشي الكلام؟ طيب خش يا باشا على اللي بعده. تعالى. هنا بيقول لك وات از ذا مالتيبليكيتيف انفرس. تمام؟ يلا بروز كلمه مالتيبليكيتيف انفرس. ماشي كده؟ واكتب عليها كده اقلب الفراكشن. فراكشن يتقلب. طب انا يا مستر اصلا ما عنديش فراكشن حبيب قلبي. حط لي تحت ده 1. حط لي تحت ده ايه؟ 1. لما تيجي تقلبه تمام اقلبه على الاله. يعني هكتب كده 1 اوفر 2 ماينس 1 اوفر بنفس الترتيب روت 3 ماينس 2. سؤال هو انا قلت لك اقلب ولا غير الاشاره؟ انا قلت اقلب بس صح؟ طيب 1 اوفر روت 3 ماينس 2 تعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالى يا باشا على الاله. لا مش هسمع كلام حد. على الاله اهي. ادي كده فراكشن 1 اوفر روت 3 خش كده بالجنب ماينس 2. هي الاله هتقوم بالواجب. بص كده ايكوال يا ريس الاجابه نيجاتيف 2 ماينس روت 3. طيب واحده نيجاتيف 2 ماينس روت 3. انت تعتبر السؤال تشوز كانه مساله وانت بتحلها. طيب فين الاجابه دي يا رجاله؟ الاجابه سي برضه مبدلها. كل شويه يضحك عليا ويبدل لي الاجابه. تمام؟ طيب تعالى يا باشا خش السؤال هنا. هنا بيقول لك ايه؟ السؤالين دول بقى بعد اذنكم سيب الاله وركز معايا. ده ممكن يتحل بالاله. ممكن ده يتحل بالاله. ده لا.
خلاص، مع ان الاثنين فيهم شبه كبير من بعض. والنبي بقى اسمع، انا عايز اعلمك ايه. ماشي؟ اول حاجه بالنسبه للاسئله دي عندي طريقتين للحل ولازم تسمعهم النهارده وتركز فيهم عشان مش هيتقالوا تاني. الحاجات دي مش هتتقال بالتوضيح في ليله الامتحان. اللي هم ايه؟ تعالى يا ريس. اول حاجه يا ريس، هقسم الصفحه كده. تمام؟ اولا انا عشان اظبط المساله دي محتاج اعمل حركه. هو الراجل عايز من الاخر يتخلص من الفراكشن اللي هنا. يتخلص من الفراكشن اللي هنا، نعمل ايه؟ بص، اللقطه الاولى، انا يا مستر هعمل ايه؟ هدخل الفور جوه المساله. طب دي يا مستر مساله سكوير روت، دي الطريقه الاولى. دي الطريقه الاولى. طيب اي حاجه عايزه تخش جوه السكوير روت هتخش على انها باور 2. تخش على انها باور ايه؟ 2. يعني حضرتك اعمل سكوير روت كبير كده. خلاص؟ الفور هتخش على انها 4 باور 2 ملتبلاي هاف. 4 باور 2 ملتبلاي ايه؟ هاف. حلو كده؟ طيب تعالى يا باشا كده نمسكها كده على الاله ونشوف ليلتها ايه. بص معايا كده اهو. اقول له سكوير روت 4 باور 2 ملتبلاي هاف. حلو؟ كام الاجابه؟ 2 روت 2. كده انت عملت لي ستيبس وانت زي الفل. وعلى فكره لو كتبت دي برضو على الاله من غير ستيبس خالص هتطلع زي ما هي كده بالظبط كده. ماشي الكلام؟ بس انا بقول لك عشان لو ستيبس. ايه الطريقه الثانيه؟ ركز بقى عشان دي صعبه شويه. لو جالك الراجل مساله زي كده 4 روت هاف، بقول لك ايه؟ فاكرين درس السكورت لما كنا بنعمل فاكتورايز؟ كنت بقول لك ايه؟ كل رقمين شبه بعض باخد منهم واحد ايه؟ بره. كل رقمين شبه بعض باخد منهم واحد ايه؟ بره. بص بقى اللعبه دي، ركز اشرحها مره واثنين. اول حاجه انا هسيب الفور زي ما هي. تمام؟ ما تسيب اللي في ايدك يا بيه وتركز. ايه سكوير روت الهاف 1 اوفر 2. لحد كده في مشكله؟ هو انا كده عملت حاجه؟ انا كتبت السؤال زي ما هو، بس هنا بقى ابتدي انفذ الخطوه اللي عايز اعملها. انت قلت يا مستر كل رقمين شبه بعض طلع منهم واحد بره، ما عنديش ولا حاجه شبه بعض. طيب بص بقى، اللعبه بتقول لك ايه؟ انا همسك التو اللي تحت دي هزود لها من عندي واحده 2. هزود لها من عندي واحده ايه؟ 2. بس انت كده غيرت المساله. ما انا عشان اعدل كلامي زي ما زودت هنا واحده 2 هزود فوق واحده 2. ليه؟ ما هو التو اللي هنا لما تروح مع التو اللي هنا انت كانك ما عملتش حاجه. صح؟ بس اللي حصل بقى حاجه للشطار اللي مركزين معايا طبعا. انت عندك الرقم ده متكرر كم مره؟ مرتين. طلع منهم واحد يطلع بره. طلع منهم واحد يطلع ايه؟ بره. فالمساله تبقى عامله ازاي؟ هتبقى مساله عامله كده. بص 4 زي ما هي، 2 2 هيطلع منهم واحد ب 2 يبقى اوفر 2. دول مشيوا من مكان. صح؟ مين هيتبقى فوق؟ 1 تايم 2 تبقى سكوير روت 2. حلو؟ يعني المساله كلها 4 ديفايدد 2 هتبقى 2 سكوير روت 2. تمام كده؟ اعاده سريعه تاني. اعاده سريعه تاني. بص هنا 4 روت هاف، انا عايز مشكلتي في الفراكشن. تمام؟ اعمل ايه؟ بص يا ريس، انا عندي الرقم 2 ده عايز امشيه، عايز امشي الفراكشن من تحت. فعشان يمشي من جوه السكور لازم يتكرر كم مره؟ مرتين. طب لو كانت المساله كيوب روت يبقى لازم يتكرر كم مره؟ 3. فانا زودت له من عندي واحده 2، زي ما زودت تحت واحده 2 زودت واحده فوق 2. حلو؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الاثنين دول واحد منهم هيهرب يطلع بره، فهيطلع بس هو كان تحت فيطلع تحت. والفور زي ما هي تبقى مساله كانها 4 ديفايدد 2، مش هيتبقى جوه الفراكشن غير اللي فوق بس. 1 تايم 2 اللي هو ب 2. طيب 4 ديفايدد 2 بكام؟ ب 2 سكوير روت 2. ماشي يا شباب؟ طيب بص يا ريس، دي تمام ماشي، دي تمام ماشي، ده هتنجز نفسك بالاله الحاسبه. هنا لا، لازم تعمل نفس الطريقه. بص بقى معايا، مساله الكيوب روت ماشي، جيت اكتبها على الاله. بص اللي حصل على كده 5 وبعدين كيوب روت 1 اوفر 5. تمام؟ انا قلت لك الاله مش هتنفعك. انا قلت لك الاله مش هتنفعك، يبقى لازم تتعلم الطريقه غصب عن عينك. طيب نعمل ايه؟ تعال. الطريقه الاولى سهله شويه. بص الطريقه الاولى هتعمل كده كيوب روت اهو يا باشا. تمام؟ ال5 عشان تخش جوه هتخش على 5 باور كام؟ 5 باور 3. يعني مساله كده 5 باور 3 ملتبلاي 1 اوفر 5. تمام كده؟ طيب بعد اذنك احنا كده كده متفقين ان الكيوب روت مش هيطلع. انا عايزك تحسب لي الليله اللي جوه دي بس بكام من غير كيوب روت. تمام؟ يعني حضرتك هتعمل ايه؟ 5 باور 3 ملتبلاي 1 اوفر 5. انا بحسب اللي جوه بس.
كام الاجابه؟ 25. يبقى هنا المساله كلها ايكوال كيوب روت 25. تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتي سي. الاجابه بتاعتي ايه؟ سي. طيب لو بالطريقه الثانيه بص معايا، بالطريقه الثانيه ماشي؟ لو عايز تظبطها هتعمل ايه؟ تعالى برضه عشان الناس لازم تعرفها. 5 كيوب روت 5 1 اوفر 5. بعد اذنك اكتب اللي بقول لك عليه، اكتب اللي بقول لك عليه بالحرف ماشي؟ يلا هنقول ايكوال، اكتب ال 5 كبر الكيوب روت بتاعك، اكتب هنا 1 اوفر 5 مع فراكشن كبير، مع فراكشن كبير. انجز واسمع الكلام اللي بقول لك عليه. السؤال بقى تعالى، الاستاذ اللي سرحان على مسؤوليتك الكلام اللي بيتقال. الفايف دي يا ريس عايزه تطلع بره. طب دي مساله كيوب روت لازم يكون متكرر كام مره؟ 3 صح؟ طب ده عندك الفايف كام مره؟ مره. مش كده؟ محتاج ازود كام مره؟ مره. ازاي؟ ازاي 3 عندي واحده ازود مره؟ ازود مرتين. انت عندك واحده 5، عندنا واحده 5، محتاج عليها كام واحده عشان يبقوا 3؟ 2. بعد اذنك باي لون تاني اعمل لي هنا ملتبلاي 5 ملتبلاي 5. يبقى انا كده زودت 2 اهو. ماشي؟ نفس القصه فوق، زود 2 ملتبلاي 5 ملتبلاي 5 عشان يبان كانك ما عملتش حاجه. حلو الكلام؟ طيب احنا قلنا الكيوب روت كل 3 شبه بعض يطلع منهم ايه؟ 1 صح؟ بص كده، شايف ال3 دول؟ شايف دول؟ هنشيلهم كلهم ونطلع واحد بس بره. ماشي؟ يعني المساله الجديده تبقى كده 5 اوفر 5. تاني كده بص، ال5 دي زي ما هي اللي بالازرق، الثلاثه دول هيطلع منهم واحد بره تحت ماشي؟ ودول مشوا، هيتبقى عندك كيوب روت 1 تايم 5 تايم 5 يبقى 25. ها 5 ديفايدد 5 بكام؟ 1. مش كده؟ اللي هو ملوش لازمه، كيوب روت 25. ماشي؟ خلي الطريقه دي معاك سبير عشان هتحتاجها في بعض المسائل. خلاص؟ طيب يبقى انا كده خلاص خلصت الفكره بتاعت السؤال ده. خش يا باشا على السؤال ده. بص بقى كده، دول مع بعض على درس الباور، واحد من الثلاثه. واحد من الثلاثه، علم زي ما انا بعمل كده. ماشي؟ بص بيقول لك يا باشا هاف النمبر 2 باور 10. السؤال ده اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، بيجي في الامتحان. تمام؟ طب اولا يعني ايه هاف؟ انا اللي انا عارفه عن هاف ان انا باخد رقم بقسمه نصين، يعني بعمل له ديفايدد ايه؟ 2. تمام؟ طيب معايا بقى اهو 2 باور 10. ها عايز اجيب الهاف بتاعه، اعمل له ايه؟ ديفايدد 2. يلا بص يا باشا، هاف اكتب عليها ديفايدد 2، اكتب عليها ديفايدد 2. ماشي؟ يلا يا حبيبي اكتب كده، يعني 2 باور 10 ديفايدد 2. طيب مين مذاكر درس الباور؟ لما يكون عندنا ديفايدد بنعمل ايه في الباور؟ نعمل ايه في الباور؟ ماينس. طب ما عنديش تحت باور، حط 1. ماشي؟ حط 1، اعمل ماينس تبقى 2 باور 10 ماينس 1 يعني 2 باور 9. الاجابه سي. الاجابه سي. طيب مين على نفس السؤال، شو بقى مين كانت بتكتب بس وخلاص، مين شاطر يقول لي الهاف بتاع 2 باور 20 يطلع كام؟ 2 باور 19 صح. طيب الهاف بتاع 2 باور 40 يعني كانك بتشيل 1 بس، كانك بتشيل من الباور ايه؟ 1. وصل كده؟ تمام. طيب يلا يا ريس السؤال اللي بعده، رد على السؤال ده الاول. 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 بكام؟ لا ده تخلف. تخلف. ها 3 بالعقل كده، لو جبت واحد بتاع خضار قلت له 3 جنيه و3 جنيه و3 جنيه و3 جنيه يطلعوا كام؟ 12 صح؟ يعني كانها 3 ملتبلاي كام؟ 4. طيب يعني لما يكون الحاجه متكرره 4 مرات ممكن يكتبها مره واحده وبعدين ملتبلاي كام؟ 4. طب واحده ثانيه 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5. بقول لك ايه، اسكت انت عشان بتقول ارقام خياليه. اسكت انت. كانها 5 تايم كام؟ 4 اللي هي 20. طيب حمار بلس حمار بلس حمار بلس حمار 4 حمير صح؟ مش محتاجه كده. طيب بص معايا هنا، لما اقول لك هنا بقى 2 باور 8 بلس 2 باور 8 بلس 2 باور 8 بلس 2 باور 8 متكرر كم مره؟ 4 مرات. فانا ممكن اعمل ايه؟ اكتبه كده 2 باور 8 ملتبلاي 4.
2 باور 8 ملتبلاي كام؟ 4. طيب الاجابه مش موجوده، تعمل ايه؟ عايزين نخلي ده 2 ماشي عشان تبقى كلها نفس البيز، فاروح اعمل كده 2 باور 8 ملتبلاي 2 باور 2. لما يكون عندنا مساله ملتبلاي بنعمل اد للباور، يعني هنا تبقى 2 باور 8 بلس 2، يعني الاجابه 2 باور 10. ماشي 2 باور 10 الاجابه اهي. خلاص اللي بعده يلا حاولي تركزي، حاولي تركزي يطلع لك بسؤال واحد. ماشي بص يا حبيبي السؤال اللي جاي يقول لك انا عندي هنا 3 باور اكس ايكوال 5. ماشي طيب بعقلك كده عمرك شفت حاجه عاملها باور على رقم 3 يطلع اجابه 5؟ 3 باور اكس ايكوال 5. خليك معايا هنا يا باشا ما تطلعش. خلاص يلا مفيش حاجه تتحط باور على 3 تطلع اجابه 5 ابدا، ريح راسك. خلاص الا ارقام ديسمال وغريبه مش هنعرف نوصل لها. فالراجل بيقول لك انا مش عايزك تفكر في الاكس، انا عايزك تستغل المعلومه دي عشان تجاوب على السؤال ده. تمام؟ بيقول لك احسب لي 3 باور اكس بلس 2 تطلع بكام؟ تمام؟ تعمل ايه؟ اولا انا هسال سؤال قوانين الباور. لما اقول ايه باور ام ما تطلعش حد. ايه باور ان لما يكون عندك مالتبلاي بتعمل ايه في الباور؟ بلس، يعني القانون بتاعك يبقى كده A باور M بلس N، مش كده؟ انا بقى اجيب لك المساله بالعكس، يعني انا جبت لك مساله انا عامل بلس للباور وعايزك تفصلها. بص تفصلها. تمام؟ طيب تعالى يا باشا، فانا دلوقتي يا مستر عامل بلس للباور اهو، علم يا باشا على البلس. عايز افصل المساله، عايز اخليها مالتبلاي. البيز بتاعك بكام؟ ب 3، هنكتب هنا 3 وهنا 3. الباور اكس بلس 2 مره احط هنا اكس ومره احط هنا 2، يعني المساله اتفصلت يعني. طيب المساله لو شفت 3 باور اكس في حته شيلها وحط مكانها 5. طيب يبقى انا هشيل ده كده يا ريس، احط مكانه كام؟ 5 ملتبلاي 3 باور 2 ب 9. طب و5 ملتبلاي 9 يبقى 40 ايه؟ 45. يبقى الاجابه بتاعتي اهي. تمام كده؟ يعني انا كل قصه عملت ايه؟ فصلت السؤال. طيب نفس السؤال تاني بيقول لك يا باشا عندي هنا مساله عليها باور، ولما عملت الباور ده طلعت الاجابه 1. طب دي تبع انهي قانون؟ كان في قانون عندي بيقول لي لما يكون عندي نمبر ماشي وعليه باور 0 فالاجابه بتاعتي ايكوال كام؟ 1. اي حاجه باور 0 اجابتها بايه؟ 1 بشرط والحته دي مهمه ان الرقم ده doesn't equal 0، ان الرقم ده ما يكونش بكام؟ بزيرو. تمام كده؟ طيب انت هنا مسكت الرقم 3 عملت له باور ما اعرفش بكام طلعت اجابتك ب 1، يبقى اكيد بالعقل بقول كده الباور ايكوال 0. تمام؟ يبقى اقول له therefore الاكس بلس 3 لازم يبقى ايكوال 0، وادي 3 الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3. خلاص كده؟ الاكس ايكوال نيجاتيف 3 على طول. ماشي؟ طيب السؤال ده خد بالك منه جدا. طيب السؤال هنا يقول لك ايه؟ طب انا عندي اكس ماينس 3 عليها باور 0 تمام؟ ايكوال كام؟ 1. ماشي؟ طيب يبقى الاكس بيلونج لكام؟ طب احنا قلنا كده بنقول تاني اي حاجه اكتب الحته دي كده، بنقول نمبر لو عندي نمبر بكتبها لك تاني وعليه باور 0 ايكوال 1 امتى؟ القانون بتاعها قال لك لازم النمبر يبقى doesn't equal 0. doesn't equal ايه؟ 0. اللي جوه البراكت ما يبقاش ايكوال 0. خلاص؟ طيب يعني ده بص انا بعلم على ده كده، يعني يا ريس x minus 3 doesn't equal 0. x minus 3 doesn't equal ايه؟ 0. طيب اعمل ايه بقى؟ عايز احلها وادي ال 3 الناحيه الثانيه. ماشي؟ يبقى انا كده بقول له الاكس لازم ما تبقاش ايكوال 3 عشان ما تبوظليش المساله. الاكس ما تبقاش ب 3 عشان ما تبوظليش ايه؟ المساله. تمام؟ طيب يعني كده الاكس بكام؟ اي رقم في العالم ما عدا 3. طيب يبقى لما اجي اختار اجابه اكس بيلونج، مين يقول لي الجمله دي فين مكتوبه؟ اي رقم في العالم ما عدا 3، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ خلاص؟ على فكره انت ممكن تحفظها. بص ازاي؟ ركز معايا. لما يقول لك هنا ماينس 3 يبقى ار اكسبت 3 عكس الاشاره. ماشي؟ يلا السؤال اللي جاي بسرعه بقى اسئله الايكويشن خلينا نخلص. يلا بص يا بابا. Find in R the solution set of the following equation.
معايا؟ بص اول حاجه اكس باور 3 ماينس 11 ايكوال 5. ساعات الباشا عشان تحل ايكويشن لازم المساله تبقى ايكوال 0. لازم السؤال يبقى ايكوال ايه؟ 0 ده اول حاجه. طيب امشي معايا واحده واحده. اول حاجه بص انا هعمل ايه؟ ودي ال5 الناحيه الثانيه. ماشي؟ انجز بقى بسرعه. يبقى السؤال بتاعي اكس باور 3 ماينس 11 ماينس 5 ايكوال 0. تمام كده؟ كمل يا باشا. طيب لما وصلت المساله كده بقت اكس باور 3 ماينس 16 ايكوال 0. السؤال بقى هنا لو جيت عايز اعمل فاكتورايز للمساله دي رد على قد السؤال. هل ال 16 ليها كيوب روت؟ يا لا. طب ما تيجي نشوف تعال. بص يا باشا اهو ادي كيوب روت اهو يا باشا 16. لو طلع ديسمال يبقى ملهاش. كده ليها؟ ملهاش. يبقى المساله دي ما ينفعش تعمل ايه؟ فاكتورايزيشن، قفلت معاك. هتعمل ايه بقى بعد ما وصلت للمرحله دي؟ بص يا باشا كده ودي ال 16 الناحيه الثانيه عكس الاشاره. تمام؟ يبقى اكس باور 3 ايكوال 16. ما هو نيجاتيف راح بوزيتيف. فاضل لك خطوه. عايز اشيل الباور. الباور هشيله ازاي؟ اقول له يا ريس خد لي كيوب روت للمساله. تمام؟ طيب لما ناخد كيوب روت للمساله مفيش حاجه اسمها بوزيتيف اور نيجاتيف كيوب روت، هو كيوب روت بس. حضرتك هتقول لي الاكس ايكوال كيوب روت 16. نصيحه ما تطلعهاش بالديسمل، سيبها على وضعها. ما تطلعهاش ديسمل. طيب الراجل بيقول لي فايند ان ار. اولا ار اي حاجه في عيله الكيو او عيله الكيو داش بنقول عليها ار. تمام؟ فالرقم ده موجود في العيله بتاعت الار. موجود في العيله بتاعت الار. اي رقم يطلع في الار. يبقى حضرتك هتكتب جنب المساله كده يبقى السوليوشن سيت ان ار ايكوال كيوب روت 16. خلاص كده؟ ادي سؤال. طيب السؤال اللي بعده بص معايا هنا. بيقول لي 3 اكس بار 2 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 13. تمام؟ لما المساله يكون فيها اكس ورقم بس نصيحه عشان تنجز ودي الرقم بره. ودي الرقم بره على طول. تمام كده؟ طب شوف اللي هيحصل. هنقول كده مثلا اللي هيبقى عندي 3 اكس بار 2 ايكوال نيجاتيف 13 بلس 1. حلو كده؟ النيجاتيف 1 هيروح الناحيه الثانيه بلس ايه؟ 1. كمل يا باشا. يبقى 3 اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 12. خلاص؟ هنعمل ديفايد كام يا شباب بسرعه؟ ديفايد 3. يلا يا باشا ديفايد 3 ديفايد 3. شيل ال 3 مع 3 يبقى اكس باور 2 للاسف نيجاتيف 4 مش 4. حلو كده؟ طيب المفروض عكس الباور 2 ايه؟ بسرعه. بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. حلو؟ اول ما اقول بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت هيحصل مشكله دلوقتي وهنزعل من بعض. الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت نيجاتيف 4. سؤال مين السكوير روت للنيجاتيف 4؟ غلط. تفتي اي فتي. سكوير روت نيجاتيف 4. بص كده ايرور. مفيش سكوير روت لرقم نيجاتيف. مفيش سكوير روت لرقم ايه؟ نيجاتيف. انت كاتب بوزيتيف والنيجاتيف ما عنديش سكوير روت لرقم نيجاتيف. كلامي واضح. فالرقم ده doesn't belong لمين؟ للار. ما تروح يا باشا. مين هي؟ تعال تعال هون يابا. مستني ايه؟ قايل لك من ساعتين. ماشي يا باشا؟ يلا رجاله. يبقى انا عندي هنا السوليوشن سيت ايكوال ايه؟ ايكوال 4. على طول كده المساله خلصانه. تمام؟ طيب اللي بعده عايز احل السؤال ده شبه السؤال ده بالظبط. تعالى نشوف كده يطلع فاي كمان ولا لا. ده اكس ورقم. اكس ورقم خلي الارقام بره. سمعت انا قلت ايه؟ اكس ورقم خلي الارقام بره. ماشي؟ ودي يا باشا ده بسرعه الناحيه الثانيه. هتلاقي المساله 4 اكس بار 3 ايكوال 3 بلس 1. ماشي الكلام؟ يلا يبقى نقول له كده 4 اكس بار 3 ايكوال 4. حلو؟ عايز اتخلص من 4 الاول. هتعمل ايه يا رجاله؟ ديفايدد 4 ديفايدد 4. شيل ال 4 مع ال 4. تمام؟ يبقى حضرتك اكس باور 3 ايكوال 1. عكس الباور 3 عكس الباور 3 كيوب روت. خد يا باشا كيوب روت اهو. يبقى الاكس ايكوال كيوب روت لل1 اللي هو يطلع بكام؟ 1. يبقى حضرتك هتقول لي بيلونج للار. الرقم ده موجود في عيله الار. تمام كده؟ يبقى السوليوشن سيت ان ار ايكوال 1. اوعى تنسى تكتب السوليوشن سيت عشان لو نسيته هتنقص. تمام؟ لان السنه دي هيشدوا عليكم في التصحيح جامد.
طيب السؤال اللي بعده يلا. هنا find the solution set of the following equation. تمام؟ 3 مسائل جنب بعض. بص يا باشا 5x باور 3 minus 6 equal 4. السؤال ده انا لسه حله، جرب كده حله لوحدك دلوقتي. مشي ايدك كده ورينا تحله ازاي. اقل من دقيقه لقيت مخلص، نفس فكره السؤالين اللي لسه حلهم. يلا حل. ودي 6 الناحيه الثانيه وبعدين ديفايدد 5 وبعدين كيوب روت. يلا حل يا انجي يا مضروبه في قلبك. يلا حلو يلا. حل واغلط، حل واغلط معايا احسن ما تغلط في ورقه الاجابه. فاي برضو. طب ما تيجي نشوف كم واحد طلعها فاي. فاي برضو. طب ما تيجي نشوف يلا. اول حاجه تعالى ودي 6 الناحيه الثانيه. عايده تاني. ودي 6 الناحيه الثانيه يا ريس. ماشي؟ يبقى حضرتك هتقول لي كده ركز يا بيه، ركز يا استاذ. يبقى 5x باور 3 ايكوال 4 بلس 6. مش 6 بلس 4، 6 4 الاول وبعدين ودي 6 وراه. ماشي؟ كمل يا باشا. يبقى عندي كده 5x باور 3 ايكوال 10. حلو؟ طيب هنعمل ديفايدد 5. ماشي؟ يبقى عند حضرتك كده دلوقتي x باور 3 ايكوال 2. تمام؟ طيب عكس الباور 3 كيوب روت. حضرتك خد الكيوب روت للمساله. يبقى الاكس ايكوال الكيوب روت لل2. تمام؟ سؤال ال2 ليها كيوب روت؟ لا. الرقم ده موجود في الار. ماشي؟ ليه كيوب روت؟ ملوش كيوب روت؟ هو كده كده موجود في الار. خلاص؟ ما تقوليش فاي. ان كيو صح، ما خدتش بالي. طيب شباب لو على الكيوب الرقم ده بص كده كيوب روت 2. هل ده موجود في آلة الكيوب؟ هل ده موجود في آلة الكيوب؟ لا. طيب هعدل بس تعديل بسيط. بص doesn't belong للكيوب. يبقى هنا solution set equal 4. يبقى solution set equal ايه؟ 4. وصل كده ولا ما وصلتش؟ طيب واحده ثانيه يلا. ودي 3 الناحيه الثانيه. انجاز سريع بس بسرعه الله يكرمك. يبقى 2x باور 2 equal 9 بلس 3. يبقى 2x باور 2 equal 12. تمام؟ هنعمل ديفايدد 2. انجز يلا. ديفايدد 2 شيل ال 2 مع 2 x باور 2 equal 6. بسرعه عكس الباور 2. بص فور نيجاتيف سكوير روت. يلا يا باشا بص فور نيجاتيف سكوير روت. يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 6. هل ال 6 ليها سكوير روت؟ ملهاش. تمام؟ يبقى doesn't belong للكيو. مش موجود في الكيو. تمام؟ اخلصي. يبقى انا عندي كده يبقى السوليوشن سيت ايكوال 4. تمام؟ السوليوشن سيت ايكوال 4. طب مين سؤال واحد بس؟ لو انا غيرت السؤال بدل ما اقول كيو قلت كيو داش بيلونج. هتبقى بيلونج وهتكتب الاجابتين اللي هي روت 6 ونيجاتيف روت 6. تمام؟ طب لو قلت ار اي حاجه تكتب في الار. مفيش حاجه اسمها فاي. حاجه الوحيده اللي فاي لما يكون سكوير روت ورقم جواه نيجاتيف. خلاص؟ هرزعك بحاجه في وشك. قسما بالله هرزعك بحاجه في وشك. دمك. طيب بص اللي جاي. السؤال ده بص يا مهيطن بص معايا. x minus 1 باور 2 equal 4. السؤال ده بقى نصيحه ما سمعتهاش هتمشي في سكه طويله. ايه هي بقى؟ واحد قال لي يا مستر هروح افك البراكت وافكه 3 مراحل وتبقى المساله قد كده. لا انا عندي حل تاني. ايه هو؟ بص يا بس انا عايز اشيل الباور 2 ده من هنا. حلو؟ فهبدا المساله اقول له بوزيتيف ونيجاتيف. عمار تعالى هنا بعد اذنك. شوف اللي بيتكلموا ورايا دول. بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. ماشي؟ طيب بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت الباور 2 هيمشي. الباور 2 ايه؟ هيمشي. مين هيتبقى؟ هيتبقى عند حضرتك اكس ماينس 1 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت كام؟ 4. تاني نصيحه اللي بقولها لكم. تمام؟ انا عارف في ناس شطار مركزه معايا.
هنا لما يكون براكت وعليه باور 2 ما تروحش تقول له فك البراكت، لا سيبه. خد يا باشا سكوير روت وهو هيتعامل مع الباور، هيشيل الباور. حلو كده؟ طيب بس ما تنساش ان انت الناحيه الثانيه هتقول بوزيتيف والنيجاتيف سكوير روت. طيب المساله بتاعتي بقت ايه؟ يبقى اكس ماينس 1 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. طب انا دلوقتي اودي ال1 الناحيه الثانيه، اوديه مع ال2 ولا مع النيجاتيف 2؟ المفروض مع الاثنين، فانا كده محتاج اعمل حركه مهمه اللي هي اقسم الصفحه نصين. تمام؟ اقسم الصفحه نصين واعمل ايه؟ اقول له تعالى يا اما اكس ماينس 1 ايكوال 2 وادي ده الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال 2 بلس 1 ايكوال 3. تمام؟ يا اما تقول لي ان الاكس ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 2 وادي ده الناحيه الثانيه يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 2 بلس 1 يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 1. السؤال لحضرتك بقى، سواء الاجابه دي تمام؟ سواء الاجابه دي مش الاثنين موجودين في عيله كيو؟ موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين صح؟ يبقى في الحاله دي حضرتك تقول لي ايه؟ يبقى السوليوشن سيت عندي ايكوال يا اما 3 يا اما نيجاتيف 1. يا اما 3 يا اما مين؟ نيجاتيف 1. وصل كده القصه؟ ماشي؟ طيب تعالى يا باشا كده بص هنا. السؤال اللي بعده بتاع الرسمه. السؤال ده يا حبيبي ده انا هكتب لك عليه 100% مفيش اكتر من كده. 100% جاي لك في امتحان ترم. تمام؟ وبيقول ان انا قلت الكلام ده. الراجل بيقول لك الاكس ايكوال نيجاتيف 3 و2 ماشي؟ والواي ايكوال نيجاتيف 1 وايه؟ و5. ارسم يا باشا النمبر لاين بتاعي يلا بسرعه. اكتب هنا نيجاتيف انفينيتي واكتب رايس هنا بص في انفينيتي. يلا يا حبيبي بسرعه. طيب الاولاني نيجاتيف 3 ل 2. طيب اكتب كده نيجاتيف 3 هنا كلوزد وال2 تبقى هنا. ماشي يا شباب؟ طيب ال3 كلوزد ال2 اوبن انا كده صح؟ وصل. بعد ما توصل تمام؟ يا ريت بقى لما تيجي تعمل حاجه زي كده في الامتحان ارسم واحده مثلا بالرصاص واحده بالجاف. واحده بالرصاص واحده بالجاف. تمام؟ طيب الواي من نيجاتيف 1 ل 5. نيجاتيف 1 ل 5 تعال نشوف كده. نيجاتيف 1 هنقول مكانه هنا. ال5 بعد ال2 ادي نيجاتيف 1 وادي 5 يا شباب. النيجاتيف 1 اوبن وال5 كلوز. خلاص وصل وتعالى بقى نجاوب على الاسئله. ها تعالى. اول سؤال يقول لي يا باشا كده هكتب عليها واي عشان ما انساش اللي هي بالاسود دي اسمها واي. تمام كده؟ يلا يا باشا. مين شاطر يقول لي اكس انترسكت واي؟ كلكم مع بعض الاجابه ايه؟ ها واحده بس اللي جاوبت. الانترسكشن اللي هو فين؟ المنطقه اللي في النص اللي هي من فين لفين يا شباب؟ نيجاتيف 1 ل 2. الاثنين اوبن جدع. الاثنين اوبن. طيب اكس يونيون واي ها هنجيبها ازاي؟ اليونيون كله من الاول للاخر ماشي؟ اكس يونيون واي هقول له نيجاتيف 3 كلوز اخرج ال5 كلوز. تمام كده؟ طيب هنا انا هعمل سؤالين. في واحد بيقول لي اكس ديفرنس واي وهزود سؤال من عندي واي ديفرنس اكس. تمام؟ بص كده بعد اذنك ركز معايا. بص يا باشا اكس ديفرنس واي مع حضرتك سيب القلم خالص. اكس ديفرنس واي يبقى انا هرمي الواي في الزباله. ماشي؟ بص كده معايا وركز. لما حضرتك ترمي الواي في الزباله ها بص كده اللي هيتبقى من فين لفين؟ من نيجاتيف 3 لنيجاتيف 1 صح؟ تاني لما ارمي الواي اللي هيتبقى من نيجاتيف 3 لنيجاتيف ايه؟ 1. بس في لقطه عايز اقول لك عليها. هنا انت وانت واقف عند النيجاتيف 1 مش النيجاتيف 1 كانت اوبن؟ او انا مخليها ايه؟ كلوز. يعني المفروض الاجابه بتاعتي كده بص نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 كلوز. حلو؟ طب خد العكس. لما اقول واي ديفرنس اكس يبقى انا اخبي مين؟ الاكس مش عايزها في 60 داهيه. يلا خبي الاكس كده. ها مين هيتبقى؟ من 2 ل 5. طب ال 2 كانت ايه؟ اوبن اخليها ايه؟ كلوز. تمام كده؟ طيب يبقى الاجابه بتاعتي تبقى كلوز 2 كلوز 5. ماشي كده؟ ماشي يا شباب؟ طيب يلا يا باشا تعالى. ها بص لي هنا. عدي السؤال ده خلاص خش على ده. السؤال عندك هنا بيقول لك اسكوير اوف سايد لينس 5 روت 2 فايند الاريا. بص بعد اذنك كده قانونين لازم تبقى عارفهم داخل بيهم الامتحان. الاريا
بتاع السكوير اكتب بس دلوقتي الاريا بتاع السكوير ايكوال السايد باور 2 سايد باور 2 تمام. لو انا عايز اجيب الاريا هاخد السايد اعمل له باور 2 تمام. العكس لو انا عايز اجيب السايد هقول له ايكوال السكوير روت للاريا. ماشي. انا كتبت لك القانونين، روح انت اقرا السؤال وقول لي انت عايز ايه قانون. ها انا عايز الاريا صح؟ ماشي. يبقى انا اقول له كده الاريا ايكوال سايد باور 2 ايكوال خد الرقم ده 5 روت 2 وعليها باور 2 تطلع الاجابه 50. هتقول لي سنتيمتر سكوير. 50 سنتيمتر ايه سكوير تمام. طيب بص السؤال ده خلاص مكسحين. يلا يا شباب فرق بين حاجتين، فرق بين المسائل اللي فيها سكوير روت وبين المسائل اللي فيها كيوب روت. خلاص. طيب بص يا باشا 2 روت 5 بلس 3 كيوب روت 2 بلس 4 روت 5 بلس كيوب روت 2 ماشي. هتعمل ايه يا باشا؟ تعالى حبيبي هات لي حاجه كيوب روت مع بعض والسكوير روت مع بعض. ماشي. يعني مثلا دول يجوا مع بعض، اكتب كده رتب المساله تبقى 2 سكوير روت 5 بلس 4 سكوير روت 5. بعيد ترتيب المساله. ماشي. خد حاجه الكيوب روت جنب بعض، يعني مثلا المساله هنا هقول له بلس 3 كيوب روت 2 تمام، وادي بلس كيوب روت 2. اولا احلى حاجه في المساله دي ملهاش فاكتورايز. ليه؟ كل الارقام بتاعتها اللي انت شايفها صغيره، مش فيهاش ارقام كبيره، ما فيهاش فاكتورايز. ده اكتر السؤال اللي يجي لك مباشر، ده لو عايز ينجحك يجيب لك سؤال زي ده. طيب لما تيجي تعمل يا باشا بلس بص كده، اولا دول هيتعملوا مع بعض ودول هيتعملوا مع بعض، مالكش دعوه باللي جوه، مالكش دعوه باللي جوه. يعني هعمل ايه؟ يعني مثلا 2 بلس 4 حضرتك هتقول لي الاجابه 6 روت 5. حلو كده؟ ده كده السؤال بتاع السكور خلصان. هنا دول من نفس النوع، مفيش رقم هنا حط لي 1 لو انت هتنسى. 3 بلس 1 حضرتك هتقول لي بلس 4 كيوب روت 2. حلو كده؟ ودي الاجابه خلصانه، دول ما ينفعوش يبقوا مع بعض، ده نوع وده نوع، فانت كده مسالتك خلصانه. مسالتك كده ايه؟ خلصانه. ده اسهل سؤال ممكن يجي لك. طيب اللي بعده بص يا باشا، اللي بعده عامل لك صوره براكت. ماشي كده؟ البراكت هنعمل ايه؟ المفروض يا باشا ده تايم ده وده تايم ده وده تايم ده، 3 مراحل. طيب بص كده، لما تعمل ده تايم ده اللي هيحصل كالتالي، مش لازم كل حاجه بالاله الحاسبه بالدماغ. الروت 7 اللي هنا هيروح مع الروت 7 اللي هنا، فالاجابه اللي هيبقى عندك هنا بس 2. تمام؟ طب بعدين هكتب ماينس روت 7 تايم روت 7. كنا قلنا الروت ملتبلاي روحه، لو فاكر كده الكلمه دي ايكوال تطلع روح زي ما انتوا طلعتوا روح النهارده. ماشي؟ طيب روت 7 تايم روت 7 تطلع الاجابه كام؟ 7 من غير روت. ماشي؟ فانا هقول له كده ماينس 7. نزل البلس. طيب اللي بعده هقول لك ايه؟ طب روت 7 ملتبلاي 3 يبقى 3 روت 7. السؤال لحضرتك صغير، هم كل دول شبه بعض عشان تعملوا بلس؟ لا. مين اللي هيتعملوا مع بعض؟ الاثنين الاولانيين. طيب 2 ماينس 7 لوحدها تبقى كام؟ علم عليهم بس. يبقى الاجابه نيجاتيف 5، وده ينزل زي ما هو 3 روت 7. 3 روت ايه؟ 7. وصل كده السؤال ده؟ طيب السؤال اللي عند حضرتك ده بقى مهم جدا وستار. امتحان شهر جالك وهيجي لك برضه في امتحان الترم ان شاء الله. السؤال بيقول لك ايه؟ بص بيقول لك يا باشا انا عندي الاكس ايكوال 1 اوفر روت 3 بلس 2. تمام كده؟ والواي ايكوال روت 3 بلس 2. بص بروز الواي كده، بروز الواي حط عليه علامه الصح وتظبطه. تمام؟ طيب خش اللي بعده. طب يا باشا بالنسبه للاكس ده تمام؟ عايز يتظبط، عايز يتظبط ازاي؟ بص عشان لو ما عملتش الحركه دي هتنقص. طيب الاكس هقول له ايكوال 1 اوفر روت 3 بلس 2. تمام كده؟ انا ما بحبش روت تحت، فانا هعمل ملتبلاي كونجوجيت. اللي هو ازاي؟ هاجي على السؤال كده ملتبلاي، اعمل فراكشن. ماشي؟ انت كاتب هنا بلس، انا هكتب هنا ماينس ماينس. ماشي؟ لو كاتب هنا ماينس يبقى هنا بلس بلس. هتعمل ايه؟ هنكتب هنا روت 3 ماينس 2، روت 3 ماينس 2. حلو الكلام؟ طيب هنعملها بالآلة. ماشي؟ هنضحك على اللي بيصح،
هروح جايين بالاله كده، هروح كاتب على الاله الجزء الازرق بس 1 اوفر روت 3 ماشي بلس 2 الاجابه اهي. تمام؟ اقول له ايكوال 2 ماينس روت 3. كده انت عملت ايه؟ ضحكت عليا، ظبطت الاكس وفهمتني ان انت عملت خطوات. طيب طلباتك ايه؟ قال لي انا عايز احسب اكس بلس واي وعليها باور 2. اكس بلس واي وعليها باور 2. طيب اكتب المساله اكس بلس واي وعليها باور 2 ايكوال، هنفتح براكت، اكتب اجابه الاكس النهائيه اخر حاجه انت جبتها. تمام؟ يبقى انا هكتب كده ايه؟ 2 ماينس روت 3 بلس اجابه الواي النهائيه. اصلا الواي انا ما عملتش فيها حاجه. تمام؟ فانا هكتبها زي ما هي، يبقى اقول له بلس ايه؟ روت 3 بلس 2. اقفل البراكت يا ريس باور 2. لو انت مصحصح في حاجتين هيتكنسلوا مع بعض. لا، الروت 3 مع الروت 3 ده نيجاتيف وده بوزيتيف. تمام؟ فمين هيتبقى؟ هيتبقى عندك 2 بلس 2. طيب 2 بلس 2 يعني كانها 4 وعليها باور 2. 4 وعليها باور 2 يبقى الاجابه 16. دي الاجابه الاخيره. دي الاجابه الاخيره. خلاص؟